انجي وعمرو بصراحه من الناس اللي انا يعني بحبهم جدا على المستوى الشخصي يعني. ناس شاطرين جدا بجد حقيقي. انا دايما بشوف دولت، ودايما بشوف ان يكاد يكونوا هم فقط اللي بيشتغلوا اوريفليم فعلا، اللي بيشتغلوا اوريفليم بالطريقه الصح فعلا. لان انجي يعني حتى من قبل ما نعرف عمرو، انا يعني ما كنتش بتابع مع انجي لان هي كانت منطقه اسكندريه، انا كنت ماسك الصعيد. بس الناس بتوعها كانوا بيبقى مثلا عندي في الصعيد وكده. كنت انا بحس ان هم شركه جوه شركه، مدرسه، مدرسه تدريبات، مدرسه فولو اب، مدرسه شرح، مدرسه ان احنا نعمل بوست، مدرسه ان انا اعرف ارد ازاي، مدرسه كذا. حتى لما كانوا بيتكرموا على الستيج كنت انا بوقف الناس بتوع انجي كلهم جنب بعض بالتاج بتاعهم عشان يبقوا حتى طالعين في الصوره شكلهم لذاذ وجنب بعض. فانا اه بحب الحته اللي هي بتبقى مدرسه اكاديميه. انا بحب النوع ده جدا جدا من الشغل، اللي هو قائم امم على تدريبات، قائم على تارجت، قائم على ديلي تارجت، يعني يوميا عندي تارجت. التارجت ده عباره عن ارقام، عباره عن مكالمات، عباره عن بوستات على الفيسبوك، عباره عن اكتيفيتي كتيره جدا جدا الواحد بيعملها. فعلشان كده انا دايما بشوف ان الشجره بتاعت انجي وعمرو هم فعلا فعلا مش عايز ابالغ، بس هم فعلا الناس الوحيده اللي ممكن يكونوا بيشتغلوا فعلا وهي اوريفليم، اللي هي الستبس والبيزكس بتاعت اوريفليم. وغير كده عندهم شريحه كبيره جدا، وعندهم ماتيريالز قويه جدا 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 في شرح السيستم، وان انت ازاي تكسب فلوس، وان ازاي ان انت تبقى ناجح، وان انت تبقى شاطر. فالحاجات دي بصراحه انا عارف ناس كتيره جدا وبشتغل مع ناس كتيره قوي، وانجي وعمرو عارفين. والله العظيم ثلاثه ممكن تكون شايف حد لقب كبير، لقب كبير يعني اعلى من دايركتور، بس مش عارف يفتح الويب سايت والله العظيم بجد. مش عارف يعمل اوردر، عنده مشكله في مش عارف ايه. لان هو للاسف هو التعليمه اللي اتعلمها ما كانتش احسن حاجه، واتشرح له حاجه معينه، فالحاجه المعينه دي هو اللي شاطر فيها. اما هنا لا، انا بشوف حاجات كتيره جدا وتدريبات وفيديوز وحاجات في الاعضاء، وحاجات يعني حاجات كتيره بصراحه الواحد بيشوفها. و... وفي وقت كده من الاوقات قبل ما الدروب كان حصل بتاع المنتجات في الشركه وبتاعت الحاجات ديت. بصراحة كانت واحنا في الشركة، احنا كشركة يعني احنا كتيم واحنا كسيلز، كنا لما بنيجي نقعد مع الإدارة ويتقال مثلا شجرة مثلا مش عارف ايه، شجرة ايه، شجرة ايه، شجرة ايه، كانت هي أقوى شجرة بالنسبة لنا هي شجرة انجي حقيقي. علشان الناس اللي فيها كلها ناس حقيقية، ده فعلا. الناس اللي فيها كلها ناس بتشتغل، اتصل بأي حد فيهم هيرد عليك، هتقول له انت عملت ايه او ما عملتش ايه، هتلاقيه بيرص الشغل كله. اقوى حضور في اجتماعات، اقوى حضور في ايفنتات، اقوى حضور في كل حتة. ف... فان شاء الله احنا نقدر نعمل ده تاني. السنة اللي فاتت ما كانتش سنة احسن حاجة بسبب ظروف الشركة كلها، مش تقصير من اي حد، لا هو ظروف الشركه كلها. السنه دي في 2025 عندنا حاجات كتيره جدا. بنبدا بنساعد بنطلع تاني، هنطلع تاني، هنطلع تاني. وهو البيزنس يعني لما نيجي نشوف ان انجي وعمرو حققوا النجاحات دي كلها والالقاب الكبيره دي كلها، وان هم نوصل لحد اكزيكتيف وسفريات كتيره جدا كل ده خدناه في حوالي 3 سنين. صح يا عمرو؟ صح يا انجي؟ حوالي ثلاث 3 سنين. سنين اكتر شويه ممكن. بدات الاكزيكتيف في الخمسه، استنى الخمسه خمسه. تقريبا بس انت خمسه. لا، اول سفريه طلعتها كانت لبنان، انا فاكرها كويس قوي. دي وبعدين كانت السويد دي كانت فاكر دي كانت سفريه لبنان. بالظبط. اه هي اول الليله دي، بعدين بقى خلاص بقى اه هي بدات تفرش بقى. الفكره ان انا بقالي يعني 4 سنين ووصلت للاتشيفمنتس ديت، فدي طبعا حاجه قويه جدا قوي ما شاء الله. ف
فده انا قادر ان انا في ارجع امريكا تاني. كرموني تاني اسرع نمو على العالم. كانت واخدة ألقاب، بالظبط كنا ست بالظبط ألقاب بالظبط. 6 ألقاب كانت عليهم وخلي بلس. بالكم احنا طلعنا الحاجات ديت في وقت كانت انجي كورونا. كانت لسه بتتعلم حاجات كتيره جدا في اوريفليم. اما احنا دلوقتي احنا جاهزين، يعني احنا جاهزين شاطرين، عندنا الداتا، عندنا التريننجز بتاعتنا، هنعدل بس في شويه حاجات. يعني الدنيا زي لعيب الكوره كده يا عمرو، اللي هو مثلا قعد سنه عنده اصابه بس بيرجع بقى بيعمل دلوقتي علاج بالظبط. طبيعي وهيبدا ينزل الملعب تاني، فهو اصلا جاهز، هو لعيب كوره، مش بعلمه الاساسيات. فان شاء الله في 2025 ان شاء الله تبقى سنه بتاعتنا كلنا يا رب، وكل حد موجود فينا يرجع تاني لقوته. وبجد والله انا اكتر حاجه بتضايقني نفسيا، يعني الناس اللي تعرفني قوي، ان انا بيصعب عليا اي حاجه اعملها قويه وكبيره، واشوفها بتتهد قدامي وانا مش قادر اعمل حاجه، مش قادر اعمل حاجه. يعني لو انا قادر اعمل حاجه انا مقصر، هعرف احاسب هبقى نفسي. زعلان، صح؟ اه. أنا مش عارف اعمل حاجه، هو ده اللي حصل مع امم انشا. امم انا مش عارف اعمل حاجه، هو فعلا ما فيش قاعدين بنتفرج ده ايه اللي بيحصل؟ ايوه هو ما فيش آه منتجات، طب هعمل ايه يا فعلا. جماعه؟ يعني بالظبط. هعمل ايه؟ على فكره وقتها انا ما زعلتش خالص على فكره، باسم، عشان برضه اقول لك على حاجه يمكن حته مهمه قوي. احنا ما كناش فكره الاصابه دي يعني برضه عشان هو باسم بيحاول يدي بس احنا ما كناش متصابين. احنا بالعكس، انا بالنسبه لي كانت الفتره بتاعت البريك دي كانت دي الفتره اللي بدانا نقعد نشوف بقى نرتب ونحط رتب سيستم الوقت. اكبر شويه، ان احنا عمل فعلا. اعاده تقييم بالظبط. وفي حاجات في كتير. حاجات كتيرة فعلا احنا عملناها، يمكن احنا لسه ما اشتغلناش، ما وريناكوش الشغل اللي احنا اشتغلناه. يمكن هو في ناس اللي حضرت من كام شهر كده اهوت التدريبات، كان لمحوا التدريبات، بس احنا طبعا وقفناها لان كان خلاص الشغل بسبب حرفيا كان اتجمد. يعني احنا بنتكلم من اول تقريبا شهر 8 ولا حاجة، كانت الدنيا اتجمدت خلاص، نشفت خالص. فانا اكتشفت ان قلت لها حتى وقتها اي تدريبات ان هنديها او اي محاولات لان احنا نقعد ارباط. نديها للناس دلوقتي هتروح اثرها. ولكن انا فاكر كويس اخر الناس اللي عندنا هنا حد زي ابتسام حضر معانا التدريبات اللي في الاول خالص. لا الناس بدأت حتى كانت بعد ما كانت نايمه خالص فاقت، بس المشكله ان هم لما فاقوا ما لقوش ما لقوش منتجات. منتجات يشتغلوا عليها. بالظبط. فطبعا احنا هنا قلنا لا نقف بقى، ناخدها فتره راحه، فتره استرخاء كده اللي هي بنسميها ايه، اللي هو عارف انت اللي هو ايه، نظام ادينا من فوق. استراحه وهي الواحد. وقتها كانت هي وقتها كانت ميزتها كمان ان هي بقى قلت لها يلا بينا نعيد بقى ايه، ندرس ونشوف الكلام ده. هي ساعتها دخلت في الام بي اي، تمام، وبدات فعلا تاخد الماجستير بتاع الام بي اي، وبدات ان هي ايه شطف دماغها كده فوق شويه. لي دماغي واداني وبالظبط. افكار كتير، فبدانا بقى نعمل سيستم جديد بالظبط. احسن كتير قوي كمان من الاول. ففي حاجات كتيرة قوي 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 احنا هنغيرها، بس لسه يعني بالنسبة لنا هي جت في وقت برضه عشان احنا توقيت. وقت الولادة اللي هو ايه جت كده. بس فعلا احنا في حاجات كتيرة جدا مجهزينها لكم يا جماعة. وانا بقول لكم على حاجة، في حاجة برضه بس انا حابب اقولها. يمكن زمان كان طبعا الناس كلها عارفه ان انجي هي اللي كانت شغاله، انا يعتبر كنت شغال من ورا كده ساعات بصد معاه او بدي معاه حافز. وده لان كان الكونسبت بتاع اوريفليم في مصر بشكل عام دي حاجه، ان هو دي حاجه شغلانه ربات البيوت، الستات اللي عايزه تشتغل، دي ادوات ميك بالظبط. اب والكلام ده كله. بس في كل مره انا وانجي لما كنا بنسافر احنا كنا شايفين البيزنس فاميلي اللي كانت الناس الالقاب الكبيره والتوب 15 العالميين والناس دي كلها، كلهم القاب الرجاله شغاله. فكان وقتها احنا ميزتنا ان احنا بدانا نتكلم مع الناس دي، بدانا ان احنا نتفاهم معاهم، بدانا ان احنا نشوف هو ايه بيعملوا ايه، الراجل ده بيعمل ايه والست دي بتعمل ايه. وساعتها احنا بدأنا نكون منهج كامل للموضوع ده، ان المره دي الموضوع ده بقى بيزنس بجد، ان الموضوع مش موضوع ان احنا هنحصر نفسنا في فئه معينه، احنا بنحاول نكبر عنها اكتر، بنحاول نفتح شريحه اكبر. بسبب كمان ان احنا دلوقتي بقت دخلت لنا منتجات تانية غير منتجات اللي كانت مختصة بالميك اب سكين كير والكلام ده كله. لا في منتجات داخلة جديدة طبعا اللي هي قريب ان شاء الله كمان الويلنس والكلام ده كله. ما حددتوش ميعادها؟ شهر 5 مش ما اكتر. ما ده اخر ميعاد، ما انا بتاكد بس. ما غيروش. يا رب مش لحد هتغير. دلوقتي ان شاء الله 5 يعني ان شاء يا الله. رب نثبت على كلامنا بس. نعدي اه والله يا ريت. بالظبط. فانا عايز اقول لكم ان احنا لا في حاجات كتيره قوي يا جماعه السنه الجايه دي ان شاء الله، ان شاء الله هي هتبقى سنه خير كتيره قوي. في كذا حد انا شفتهم صابرين قوي قوي، صبروا صبر كبير، ويعني انا بتفائل خير باللي صبروا. يعني انا عن نفسي بشوف من الناس اللي صبرت ده خير انا بشوفته كتير عند ناس كتيره قوي، ان هي بعد صبر طويل ربنا بيعوض
الفتره دي كلها الضعف، اضعاف اللي كان متخيله، لدرجه ان الناس ممكن ساعات في اوقات والله انا ما بقولكوش حاجات، انا بقول من تجارب عمليه شفتها هنا في مصر وشفتها بره مصر. شفت كميه ان فعلا الصبر ربنا باذن الله رب العالمين بيجيب كميه كبيره قوي مع الناس. فعايزين نقول لكم ان شاء الله ان شاء الله السنه اللي فاتت دي على قد ما هي كانت سنه احنا كنا فروزن فيها شويه متجمدين فيها شويه، السنه الجايه ان شاء الله ان شاء الله بامر الله هتكون فيها ليفل تاني خالص باذن الله. ان تمام. شاء وفي الله. حاجة عايزة اقولها قبل ما حد يسأل فيها، عشان الناس مستغربة جدا ليه الاسعار زادت. فعايزين نقول لهم بس هي زادت يا جماعة زي اي حاجة زادت. احنا السنة اللي فاتت عشان ما كانش فيه منتجات فما شفتوش الزيادة. ليه؟ كنا بنشتري من المنتجات اللي في المخزن بتاع السنة اللي فاتت مم. بسعر السنة اللي فاتت لما كان الدولار ب 30 جنيه. فلما الدولار اتعوم 3 مرات السنة دي، فما حصلش ده تعويم. الاوريفليم لسه ما كانتش زودت اسعارها لحد ما جابوا منتجات. بدأوا بقى لما الشحنات بدأت تيجي بسعر الدولار الجديد، فطبيعي جدا هيبقى اغلى من السنة اللي فاتت اللي هي اسعارها كانت بالسنة اللي قبلها. فانتوا متخيلين مم. سنتين ورا ما تقارنوش بقى السعر بتاع السنه اللي فاتت لان ده سعر قديم، ما حدش يقارن. وبعدين عايزه اقول لكم ان الشركه لحد دلوقتي ما رفعوش الاسعار اللي المفروض تترفع ومش هيعملوها. ليه بقى؟ المفروض كانوا يرفعوا بنسبه 75%، ده على قد بالظبط. التضخم اللي حصل في مصر. فهم بالظبط. لقوا انه هيبقى ارتفاع شديد جدا على الناس مش هنقدر نتحمله، فقالوا خلاص احنا هنرفع بنسبة 35 بس، يعني تقريبا النص. طب الباقي ده مين اللي هيدفع ثمنه؟ الشركة. الشركة هتفضل تتحمل الخسائر دي فترة طويلة لحد ما احنا هنا في مصر نستقر والمبيعات تبدأ تزيد، وساعتها هيقدروا يعوضوا الخسائر دي. فمعنى كده هم رحيمين بينا جدا ومقدرين المشكلة الاقتصادية اللي عندنا. رغم ان التعويم ده يا جماعة مش في مصر بس، التعويم ده في العالم كله بسبب الأزمات والحروب. واديكوا شايفين ترامب ما شاء الله مبهدل الدنيا وحوارات في العالم كله، وكل يوم الذهب والبترول عمالين يولعوا. فانتوا متخيلين ايه؟ ومشكله الشحن بتاع قناه السويس اللي بتوصل كل الشحن من اسيا لكل العالم. خلاص دي ما بقاش في مراكب عارفه تعدي، فكله بيروح من رأس رجاء الصالح مزودين عليهم سعر الشحن وكمان تأمين المراكب. فالمراكب حتى اللي جات لنا بتاعت المنتجات دافعين عليها تأمينات وفلوس كتيرة جدا عشان البترول والحاجات دي. مم. فمعلش يا جماعة، هي دي حاجة في العالم كله، وفي مصر احنا حاسين بيها اكتر عشان احنا اصلا عندنا ازمات. وزي ما كيلو اللحمة زاد والفراخ زادت والهدوم وكل حاجة بنشتريها، واللي كان بيعرف يجيب بقى 5 كيلو لحمة بقى يجيب كيلو، واللي كان بيجيب كيلو ما بقاش قادر يجيب اصلا. فدي حاجات طبيعية. فانتوا ما تروحوش للناس اللي كانت بتعرف تشتري من اوريفليم ب 500 جنيه بالعافية وتروحوا دلوقتي تكلموهم تاني. ما هو طبيعي جدا، هي كانت بتعرف تشتري ب 500 جنيه زمان، دلوقتي 500 جنيه هيجيبوا لها ايه؟ مش هيجيبوا لها ان شاء الله، هيجيبوا لها منتج واحد. فمش هتعرف طبعا، هتقول لك غالي. فما تروحوش لنفس الفئة. الطبيعي والمنطقي ان انا اروح لفئة تانية، وده اللي بيحصل على مدار، المفروض كان يحصل على مدار 50 60 سنة. يعني احنا لما نيجي نكلم جدودنا يقول لك انا كنت بشتري بريال وساغ وحاجات زي كده، وحاجة يعني عملات ما سمعناش عنها. ليه؟ لان كان التضخم بياخد مثلا 60 70 سنه عبال ما الاسعار تزيد. لكن لما هو حصل متسارع في سنتين ثلاثه ورا بعض، حسينا بالفجوه دي فجاه، فالناس مخضوضه مش مستوعبه الاسعار. فطبيعي هتاخد وقت عبال ما يستوعبوا الاسعار الجديده. عادي، دي اول خضه. فادوا الناس فرصه، اتكلموا معاهم، دوروا على فئات تانية. لان زي ما في ناس كانت بتعرف تشتري بمبلغ صغير ودلوقتي مبقتش قادره تشتري، كان في ناس بتشتري منتجات من بره مصر بألافات. يعني انا اعرف ناس كانوا بيشتروا ممكن الفاونديشن الواحد ولا السيرم الواحد ب1000 جنيه. مم. ايام الرخص يا جماعه، ايام الرخص ده معناه ان هو دلوقتي بقى ب10000 جنيه، ما بقوش قادرين يجيبوه. فبالتالي لما تلاقي ان السيرم او الفاونديشن في اوريفليم في الغلو اقل من 1000 جنيه، يبقى يستاهل جدا وبالنسبه لهم ده رخيص. انا في ناس بتيجي تقول لي لا ياي ده رخيص قوي انا هخاف استخدمه. ليه؟ لان احنا بنعرض المنتج على انه حاجه اي كلام. اعرضوا بقى المنتج بشكل كويس، ادوا له قيمته، عرفوهم المكونات، ادرسوا، خلوكوا واجهه محترمه للشركه وحاجه كده تبين جوده المنتجات دي والمكونات. اتكلموا على انكم دكاتره وفعلا خبر التجميل فاهمين عشان تدوا المنتج حقه. ساعتها هيلاقوا ان فعلا ده الفلوس دي قليله جدا عليه. والله العظيم المنتجات دي لو اتباعت في اي محلات زيه زي اي ماركات مستورده، اتفرجوا على الاسعار هنضرب في 10 على طول. احنا بناخد بسعر المصنع. فمحدش يتكلم في موضوع الاسعار. انتوا بس الفكره راحوا دوروا على الفئه اللي تقدر تشتري وتبقى فاهمه يعني ايه سكين كير. مش هكلم واحده في التليفون اللي بتقول لي انا بستحمى بصابون، ما ينفعش. ما اروحش اجيب الفئه دي اصلا. في ناس ما عندهاش ثقافه السكين كير، فنختار بس الناس صح. هتقولي لي طب نوصل للناس دي ازاي؟ يا جماعه احنا عملنا لكم تدريبات على الموضوع ده، تدريبات قويه جدا. لو انتوا ذاكرتوها وعملتوا بس تبس بسيطه، يعني كلها حاجات بسيطه جدا، مش محتاجه منك تبقي محترفه في السيل. انا ما بقولكيش روحي بيعي لي
فيلا ب 15 مليون جنيه. انا بقول لك بيع منتج ب 500 400 جنيه 300 جنيه، في منتجات على فكره لسه في حدود ال 100 جنيه. الموضوع يعني ما ضربش جامد. فانا بس كل اللي عايزاكم تذاكروا التدريبات كويس وابتدوا نفذوها. مش هتجيب نتيجه من اول مره، هتاخد شويه وقت ومحاولات منكم لحد ما انتوا نفسكم تبقوا متمكنين، والناس تبني فيكم ثقه، وتبنوا انتوا كمان تجارب مع المنتجات عشان تعرفوا تتكلموا عنها بمصداقيه. ده اول حاجه. تاني حاجه برضو زي ما عمرو قال لكم، احنا اصلا بنجهز لكم تدريبات بقى اعلى شويه، ادفانس عن السيلز والماركتنج. بس عشان اديكم تدريبات قويه زي دي وحاجات بتدرس في الجامعات، ذاكروا لي الحاجات التافهه الاول، ذاكروا الحاجات الصغيره ونفذوها وتمكنوا منها، وبعدين ناخد التقيل. تمام. ده اللي انا عايزه اقوله. مم. عايزين بقى نشرح البي هايل. سي ام يا باسم. هايل. هنشرح بقى البي سي ام. فانا برضو عايز ازود حاجه في كلام عمرو وانجي يعني. انا عارف ان كل واحد فيكم عنده، يعني من كل الناس اللي حاضره، عنده الداتا بتاعته، عنده التيم بتاعه، عنده ان هو شاطر ان هو يعرف يسوق فكره، يسوق منتج والكلام ده. بس فعلا يا جماعه والله العظيم ساعات في وقت معين انا الحاجه بتاعتي مش هتناسب الليفل او الشريحه اللي انا كنت بتعامل معاها. مش معنى كده ان انا وحش، ان انا فاشل، ان انا ضعيف، ان انا يا نهار اسود هنعمل ايه لا. هي مرحله، في مرحله كلنا عارفين. مرحله تغيير الجلد. احنا بنغير الجلد بتاعنا علشان فعلا الحاجه بتاعتنا طبعا يعني الحاجه الناس ممكن تشوفها غاليه، بس في نفس الوقت مقارنه بحاجات تانية لا هي مش غاليه. للناس بتستخدم حاجات معينه. بلس كمان احنا عندنا في الكتالوج عندنا كذا شريحه، يعني الحاجه بتاعت جورداني، في الحاجه بتاعت زوان، في اونكار، يعني في كذا سيجمنت في فئه. في الكتالوج. والثلاثه كلهم تحت الامبريلا بتاعت اوريفليم اللي هم سويدي ومستوردين، والدنيا لطيفه جدا. بس انا بشوف كل واحد ايه هي المقدره بتاعته. فالفكره كلها ان انا ممكن بدور على حاجات ناس تانية، وبدور على حاجات تانية، وبدور على الكلام ده. بس خلينا برضو نكون ايجابيين، ان العميل اللي بيشتري هو عارف ان كل حاجه غليت. انت عارفه، الناس كلها عارفه ان كل حاجه غليت. وفي نفس الوقت على فكره مستحضرات التجميل، يعني في ناس كتيره بتعتبرها حاجه ترفيهيه. انا بعتبرها في منها حاجات اساسيه، لان هو مم. انا دلوقتي انا قاعد في البيت مش قاعد في البيت، بروح شغلي مش بروح شغلي، اكيد مش هبطل اخد شاور. ده رقم واحد. مش هبطل ارش حاجه عليا عشان انزل، علشان اروح ان انا ابان ان انا بني ادم كويس او نظيف. يعني اكيد صح، دي حاجه النظافه ليها الشخصيه، علاقه. معجون سنان، مزول بالظبط. عرق، شاور بالظبط، جل، يعني حاجه شامبو، ليها علاقه بلسم. بالشغل او مش بالشغل، انا لازم ابان ان انا كويس. ده طبيعي. بالظبط. ففي ففي بيزكس. لا، فاكرين حسن حسني لما كان في الفيلم بيقول له الغسالات ما بقتش تتباع ليه؟ الناس بطلت تنضف. فاكرين الفيلم ده؟ كان فيلم بتاع مم. جعلتني مجرما. اه. فاحنا كده كده، يعني احنا كده كده لا، المساعدات التجميل فيها حاجات اساسيه. انا في وقت معين لازم خلاص ان انا ابتديت احس ان الدنيا صعبه وخلاص، والفلوس وكذا وكذا وكذا، ان انا اكون انا اتحول بقى لحاجه اسمها، عمرو وانجي هيفهموني قوي في الحته دي، حاجه اسمها كاستمر ادفايزر. اللي هو انا راجل بنصح بقى. انا راجل بقى بقول لديت لا خدي دي عليها اوفر كويس، دي مش عارف ايه، دي كذا، وخلي بالك احنا كلنا يعني بنحتاج ان احنا نستخدم كذا. موجود التانية بس غالية، ما تاخدي دي عليها اوفر كويس قوي، دي كذا دي كذا. هنا الشخص ده في يوم من الايام لو جه حد ساله على اي حاجه هيقول له تعالي لي عايزه البتاع دي، انا هكلم لك انجي بقى، هكلم لك عمرو. مم. ده امينه جدا، دي شاطره جدا، دي يا بنتي اصلا ده كان في كذا 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 كذا، وهي نصحتني اخد كذا. يعني هي اصلا من مصلحتها اللي تبيع لي الغالي. هي اصلا ادتني مم. الحاجه اللي هي عليها اوفر وبتاع، لو واحده غيرها هتديني الحاجه الغاليه. هنا بقى بعمل السمعه الكويسه. في بصراحه كومنت هنا بتقول في ناس بتعتبر دي رفاهيات. طب خلاص نسيبهم ونشوف غيرهم، نشوف اللي بالظبط. بيعتبروها اساسيات. يعني ليه بالظبط. ماسكين في دول؟ في ناس يا جماعه برضه عشان تبقوا فاهمين حاجه، بس عشان حته الكلام بتاع باسم مهم قوي في الجزئيه دي، ولازم دي نقطه مهمه لازم تستوعبوه كويس قوي عشان تعرفوا احنا بنتكلم في ايه. الجزئيه اللي باسم قالها، فكره ان انا ببقى بتعامل مع الناس ازاي. رقم واحد، يمكن في تجربه كتيره قوي انا وانجي كنا لما بنيجي ننزل نشتري اي حاجه، خصوصا مثلا هدوم ولا اي حاجه. كان في تجربتين بسيطين، كانت هي عندها مشكله معينه في الهدوم بتاعه الحمل.
هي مش لاقيه الكاتيجوري دي بالذات. هدوم الحمل دي من اصعب الحاجات اللي فعلا كانت ممكن تلاقيها. ولو لقيت بقى اتفرج على الاسعار. تمام. اول حاجه كانت مشكله بتواجهنا ان هي كنت كل ما تروح محل، الشخص اللي كان بيبقى واقف سواء راجل او ست بيبقى الهدف الاساسي الوحيد ان هو يبيع. دي حلوه دي حلوه دي حلوه. فضلنا كده لحد ما جينا دخلنا محل، كان جم قالوا لنا على محل كده براند عندنا هنا في سموحه. جم قالوا لنا عليه روحوا له، ده هيبقى عنده الجودة اللي انت الحاجه عايزاها. بالظبط، الحاجه اللي انت عايزاها بالظبط، تمام، الماتيريال اللي انت عايزاها، المواصفات اللي انت عايزاها الراحة بالظبط. بالظبط كده. تمام. اول ما دخلنا قبل ما نتكلم في الماتيريال وقبل ما نتكلم في اي حاجه، الست اللي ماسكه المحل، تعالوا شوفوها وهي بتستقبلها عامله ازاي. من اول ما دخلت شايفاها هي حامل، بدات تجيب لها كرسي، بدات تقعدها شويه، طب استني هجيب لك الهدوم وتقيسها. والست كان وتوكيتات وتدي نفس. الست علشان كانت هي عندها التجربه قبل كده، فكانت واخده المراعيه، واخده بقى الكونسبت بتاعنا، مراعيه كل الحاجه دي كلها. فبتتفهم القصه دي كلها، اللي هو انا فاهمه انت دلوقتي حامل، فانا عارفه ان انت هتبقي طالعه السلم تعبانه، فاستني معايا شويه هقعدك معايا. تمام، طب استني انا اجيب لك الحاجه دي لحد عندك. وفكره ان هي كانت هي اللي بتقترح هدوم معينه بالتفاصيل اللي هي عايزاها، حتى ما هي قبل ما تسالها كان الموضوع بيفرق كتير. لدرجه ان احنا كنا جبنا، يعني هي وضحت معانا بتاعت اربع خمس حاجات كده، احنا فعلا جبنا اربع حاجات. وبرغم ان الحاجات غاليه، مش هنقول ان هي مش غاليه، كانت فعلا حاجات غاليه، ولكن مقارنه يمكن مثلا قد الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها في الشوارع ثلاث مرات على الاقل. ومع ذلك اشتريناها لسببين. السبب الاولاني ان الشخص اللي كانت واقفه عرفت ان هي تعرف تجد الحاجه بتاعتي بالظبط، فاهمه كويس قوي الحاجه دي كلها هي بتوصل ازاي. والله انا عارفه انت كده كده، انا كنت مكانك، فانا عارفه انت عايزه ايه. والمفروض ده دوركم. يعني انت دلوقتي بتشرحي حاجه انت بتستخدميها، هو انت اصلا بتستخدمي الحاجه، فالمفروض بتفهميها فبتشرحيها لغيرك قبل ما بتعملي ريكومنديشن للناس بناء على تجربتك الشخصيه. وده بالمناسبه اللي نجحها على مدار السنين كلها، ان هي لما بتيجي تقترح للناس حاجه هي بتقترحها بناء عن تجربه شخصيه قبل كده. تمام. فده الجزئيه المهمه اللي انا عايزكم تفهموها، تجاربكم الشخصيه يا جماعه مهمه للناس علشان تشرحوها، لانه في النهايه انتوا بتتعاملوا مع الزبون ده كانك انت ايه، اختي صاحبتي الى اخره. ده الكونسبت اصلا اللي اتبنى عليه كل الكونسبت بتاع التسويق، اللي هو الشكل عام بقى دوت اللي هو بنسميه المالتي ليفل ماركتنج، اللي هو فكره ايه، ان انا بقول بريكومند للناس، والله يا جماعه انا بعمل دايركت ماركتنج ليه، اللي هو باختصار انت كشخص استخدمت المنتجات دي، روح رشحها لصاحبك، لاختك، لقريبتك، ليه انت اكتر حد هيكون عنده الشخصيه والثقه دي. دلوقتي البراندات الكبيره كلها شغاله بالكونسبت ده، دلوقتي عاملين حاجه اسمها UGC. الUGC ده عباره عن ايه، عن ان واحده بتطلع ملهاش لا هي لا هي انفلونسر، ولا واحده عندها 500 الف فولور ولا الكلام ده، لا دي بتبقى واحده عندها 300 400 فولور، 500 فولور، 1000 فولور، تعمل فيديو عن منتج معين. انت لا اراديا بتحبي ده، بتحبي فكره ايه ده، واحده بترشح منتج UGC، اللي هو فكره هي بترشح استخدامها الشخصي، طب انا هثق فيه. الناس دلوقتي البراندات بقت بتدفع فلوس في الكلام ده. احنا مش طالبين منكم غير ان انتوا تبقوا نفس القصه كده، بتبتدوا ان انتوا بتريكومندوا للناس، بتفهموا حقائق الناس كويس قوي، بتبتدوا ان انتوا تشرحوا لهم التفاصيله دي. زي ما باسم قال لك كده، انا مش بشرح مجرد منتج ده بيعمل كذا، او ان انا بفهم احتياجات الناس بس، لا انا ببتدي كمان ازود على دي تجربتي الشخصيه عامله ازاي. تجربتي الشخصيه من اهم الحاجات اللي احنا محتاجينها. تمام. حاجه كمان بخصوص الاسعار. انا قبل ما تقعدي ناس تتكلم في الاسعار واللي يمكن النظام الجديد سمح لي بحاجات كتيره قوي 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 هتفرق معايا في حوار الاسعار دي بالذات. وهي اول حاجه فكره الممبرشيب، يمكن دي لسه هنشرحها شويه كمان شويه مع باسم لما هنتكلم فيها. فكره الممبرشيب ازاي ان هو بيستفيد، حته ان هم عملوا خصومات بقت نسب، دلوقتي كل حاجه بقت نسب 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 نسب. فالحقيقه ان دلوقتي كل ما بيحصل ان الشخص ده بيعمل اوردر بقى بياخد ديسكاونت اكبر، بقى بياخد ديسكاونت اكبر. فدي من الحاجات اللي هتفرق مع الناس كتيره جدا في الوقت اللي احنا فيه ده. قول للناس في ديسكاونت على اي حاجه، حرفيا هم بيجروا وراها دلوقتي، خلاص الناس بقت بتجري على ديسكاونت دلوقتي. فالحاجات دي كلها لازم تجمعوها كده مع بعضها، وتفهموا ان الاسعار بتاعه المنتج دي زي ما هي قالت كده انجي، وزي ما باسم قال، مقارنه بحاجات تانية هي ارخص منها بنفس الكواليتي، هي تعتبر ارخص. والحاجات اللي في نفس اسعار اوريفليم هي للاسف مش بنفس الكواليتي، هي اقل بكتير. تمام. جمعوا ده كله عشان تقدروا تفهموا وانتوا بتتعاملوا مع الناس وبترشحوا لهم كل الحاجه دي وبتتكلموا معاهم وبتعملوا الاعلان الى اخره، تتصلوا الموضوع ده منين وفين. اظن احنا هنا معانا كمان حد زي ابتسام عمل الحوار ده قبل كده،
واتكلمت مع ناس هي كانت بتتعامل مع فئه المفروض ان هم ناس مثلا ايه اللي هو المنتقبات المتدينين، الناس الكبيره اللي احنا مش شايفين قوي الموضوع دوت واحنا هنستفيد من الموضوع ده ايه. بدات تتعامل مع الناس ايه، بقت ترشح منتجات من نفسها، هي بتتكلم عن نفسها، فجاه بقت بتجيب للناس اصلا ما كانوش مهتمين بالموضوع بقوا يهتموا بالموضوع. فالحاجات دي كلها يا جماعه مفهومه جدا. وانا ده كشخص لسه واحد. في جديد يا مستر. انا لسه عماله اقول عايزه احكي موقف لسه حاصل من يومين. طب احكي لي يلا، كويس ان احنا الاول جينا انتوا فيه. منورين الدنيا ووحشنا جدا 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 جدا. الله يخليك. انت كمان. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبي. القمر الصغنن منورنا. شفتي اصغر آه. عضو في اوريفليم. ما شاء الله اللهم بارك. انا لسه هحكي موقف حصل معايا من يومين. انا اساسا حاليا بعمل دبلومه، فانا في المواصلات وحد راكب جنبي، فهي عارفه ان انا في اورفلان. فبتقولي ما فيش حاجه لبشرتي، شايفه بشرتي عامله ازاي؟ والله في مثلا مجموعه زي الاسينشال هتفتح وتديكي نضاره وتفتيح، وفي مجموعه تانية الايفن اوت، وفي نوفاج. دي بكذا ودي بكذا ودي بكذا. لو ظروفك متاح ان انت تاخدي الاسينشال تمام هتجيب معاكي نتيجه كويسه، بس كانك رايحه المكان اللي احنا رايحينه ده ماشيه على رجليكي. ولو انت عايزه نتيجه اسرع شويه هتاخدي الايفن اوت، كانك ركبتي عربيه مواصلات وتاخرتي شويه. لو انت بقى عايزه نتيجه اسرع واقوى هتاخدي النوفاج كانك رايحه بعربيه مخصوص. فقالت لي لا خلاص ماشي انا هاخد الايفن اوت عشان هي ظروفي كده يعني. وقعدت اتكلم معاها عن المنتجات وتجربتي مع المنتجات واوريها صور قبل وبعد لكذا حد معايا. وانا نازله من العربيه بقى لقيت 2 وقفوني كانوا راكبين معانا، لو سمحتي عايزين رقمك. ما كنتش قاصده تماما اصلا ان انا اتكلم مع حد، سواء اللي كانت جنبي او اللي هم التانيين انا ما اعرفهمش اصلا، علشان احنا عايزين منتجات من اللي انت كنت بتتكلمي عنها. فما شاء الله لما بارك فعلا الصدقنا واحنا بنتكلم عن تجاربنا واي حاجه بتحصل معانا بصدق، ده فعلا بيخلي الناس تبقى واثقه فينا. اسفه بقى ان انا قطعت حضرتك. لا 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 خالص، حلو. بالعكس انا بحب قوي التجارب دي يا جماعه، عشان برضو ايه الناس في اوقات كتيره الناس بتفتكر اللي انا بقوله ده كلام انشا. يعني في بعض الناس ممكن يقول لك ايه الكلام سهل، يعني لا احنا بنوريكم يعني انا مبسوط جدا ان ابتسام لما كانت تيجي تشرح بتشرح تجربه عمليه. يعني انا شرحت لكم سيل انا شفته وشفته كده اهوت معاكم ايوه فاهم. انا ما تخيلتش ان انا اشتري حاجات باغلى 3 اضعاف من اللي انا كنت بالظبط. بشوفه اسعاره غاليه، واقول ايه اللي اوفر قوي كده، لمجرد ان الست بس عملتني باهتمام وحسستني ان هي حاسه بيا وان ده اللي هيريحني وده اللي بدور عليه، واقنعتني ان انا لا الفلوس دي الحاجه دي تستاهل فلوسها وانها مريحه وايستني حسستني انا فعلا انا دلوقتي عايزه اروح اجيب تاني، لا وفي رغم بجد، انه حاجات غاليه بس عايزه اجيب تاني. وفي بقى تفصيله بقى مهمه قوي عشان انا كنت عايز في الجزء بتاع السيلز اللي هشرح الجزئيه دي الكاستمر سيرفيس بتاعتنا بشكل عام. يمكن باسم اكتر كمان لان هو كمان ليه خبره سيلز كبيره. في تفصيله هي عملتها واحنا في التجربه بتاعتنا يا جماعه، انت فاكراها؟ غير بقى طلعت السلم والكرسي وبتاع، واحنا في وسط اللا شيء كده اهو قالت لها على فكره في حمام هنا اهو تحب تدخلي الحمام. هي دي ما طلبتهاش، دي ما طلبتش، بيا. هي لا اراديا، هي عشان زي ما بقول لكم هي فاهمه. دي تفصيله للبياع الشاطر اللي هو فهم احتياجات الانسان حتى لو هي مش ريليتد ليا. هي عرضت عليها حاجه كده مجانيه هديه للشخص عشان تقدر تخلي انا بص انا تعاملي معاك مش مجرد ان انت زبون وجاي تشتري وتبيع وخلاص، لا انا بتعامل معاك هنا اهو كانك انت ضيفي، كانك انت شخص انا جايه فعلا استقبله. تمام، بتتعامل معاه بنفس المبدأ ده. السؤال مهم، انا بعد المعامله دي كلها انا هفكر تاني في الشراء؟ الاجابه لا. طب افتكرت كمان لما جينا نحاسب، مم. انا كنت هرجع حاجه وقلت لها استني، ده انا سمعتني وانا بكلم عمرو اقول له ده انا كنت بفكر اطلبها اونلاين ارخص شويه، مم. راحت سمعتني ولقيتني على طول. كنت بقول لها ممكن اجل بس ده اشوف كده حاجه تانية، فقالت لي بصي لو هتجيبي اونلاين اتاكدي منهم من الاول ان البنطلون بتاعها هيريحك ولا لا، عشان ممكن يكون مش مخصص للحمل. ففعلا لفتت نظري، ولما كلمت السيلر دي مم. بعتت لي شكل بنطلون عادي جدا اللي هو بالظبط. هيتعبني جدا. فقلت الحمد لله انا سمعت كلامها، قالت لي بصي اشتريها دلوقتي ولو ستي التانية لقيتيها احلى تعالي رجعيها وهديكي فلوسك. مم. والله عملت كده وما رجعتهاش. وبالظبط ولحد دلوقتي فدي يا جماعه بصوا تكتيكات بياع. يعني هي التاكتكس دي هي دي اللي بتفرق ما بين شخص والتاني، وهي اللي فعلا بتخلي الشخص يقدر ان هو يقنع الانسان اللي قدامه وما يقنعهوش. الحاجات البسيطه دي كلها فعلا ممكن تودي واحد من اقصى الشمال اللي هو ضد الفكره تماما لاقصى اليمين انه معاك في اي حاجه. دي التفاصيل الصغيره دي احنا هنبتدي نشرحها ان شاء الله كده اهوت في الكونسبت في كورس ان شاء الله اللي هو بتاع السيلز والكاستمر سيرفيس.
ازاي بتتعامل فيها. بس احنا حبينا نديكوا هنتات، وانا مبسوط جدا ان باسم شرح الجزئيه دي بالذات، لان فعلا الحاجات دي المهمه دي كده اهوت. انا بحس باسئله كتير لما تيجي انجي بتبعت لي الاسئله وكده اهوت. انا بحس اللي هو الاسئله دي سهل ان يترد عليها، يعني الموضوع مش محتاج اكتر من ان انتوا توصلوا لليفل ان انت تفهمي انت عايزه ايه، يعني تفهمي انت عايزه ايه وعايزه توصلي لايه. تمام، لان الاجابات دي موجوده، يعني موجوده والناس بتطبقها، في جزء كبير بيطبقوا بالفطره كمان. تمام، فانا الجزئيه دي حبيت ان انا انوه عليها وخلاص. بس كده انا تمام. انا عايز اكمل برضه يا باسم عشان ما نضيعش الوقت في حوار البي سي ام، عشان احنا ايه الوقت ممكن برضه يسرقنا. اه يا حبيبي. طب، ماشي. لا ميرسي يا عمرو، ميرسي يا انجي بصراحه. اصل هي الهدف من الميتينجز ديت كلها ان مهم. احنا مش يكون حد واحد بس بيتكلم، ده بالعكس احنا عايزين كلنا نتكلم، واللي عنده حاجه هو شاطر فيها بيقولها، والناس هنا شاطره، وكل واحد عنده يعني ستوري لذيذه زي بتاعت مدام ابتسام مثلا، ان هي عملت كذا 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 ورشحت بالشكل الفلاني، واتكلمت مع الست ان هي انت لو الدنيا متاحه بالنسبه لك والبادجت بتاعتك كويسه فانا ارشح لك ان ده كذا 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 كذا. فممكن يكون في حد اصلا تاني قاعد مركز معاها وعايز يفهم هي بتعمل ايه او الكلام دوت، فشاف ان هي حد امين، فطب انا هاخد رقمها ممكن احتاجها، انا هتكسف اقعد اتكلم معاها في الميكروباص مثلا، ولا في الاتوبيس، ولا في التاكسي، ولا في الكلام ده، لا انا اتكلم معاها في التليفون احسن، اما اشوف جوزي مش عارف ايه. المهم ان هي خدت الكونتاكت على طول. ف دي حاجات انا بحب الشيرنج جدا فيها. مم. انا هكلمكم النهارده عن البي سي ام، علشان البي سي ام هو اهم برودكت عندنا السنه دي، يعني هو اهم منتج، اهم حاجه موجوده السنه دي في اوريفليم مصر هو النظام ده. علشان النظام ده احنا بقالنا 27 سنه شغالين بنظام، ان احنا بنغير النظام علشان يقعد معانا طبعا سنين كتيره، فلازم نكون فاهمين فيه كل حاجه. واحنا لسه يعني زي ما بيقولوا سنه اولى، يعني احنا لسه 13 يوم في النظام الجديد ده. فالموضوع خلي بالكم في تفاصيل وفي شويه حاجات احنا لازم نكون فاهمينها بشكل كويس. احنا عندنا حاجتين يا جماعه ملهمش تالت لاي حد عايز يجيب حاجه من اوريفليم او يشتغل او يبقى ليه اسم في اوريفليم، ان هو لا اما يبقى عضو لا اما يبقى شريك جمعي. المزايا بتاعت العضو الموضوع بسيط جدا، بياخد 15% خصم على اول طلبيه فقط فقط. يعني الطلبيه ديت يا جماعه اول طلبيه خدت 15%، بعد كده مش هاخد خصم، بعد كده هاخد بالاسعار اللي موجوده قدامي على الويب سايت او الابليكيشن وانا شغال. عندي 15% كاش باك، دي شغاله معايا على طول على كل اوردر، على اي فلوس انا هدفعها باخد 15% كاش باك. عندي شحن مجاني لو انا جمعت 100 نقطة وعملت الدفع اونلاين مش كاش اون ديليفري، يعني عملت اونلاين. عندي برنامج ترحيب على 50 نقطة للناس الجديدة. عندي اللينك بتاع المشاركة ان انا اقدر اشير اللينك بتاعي واديه للناس، الناس دي تشوف المنتجات يشتغلوا فيعملوا عضوية فيبقوا تحتي اعضاء زيي، فانت بتاخدي 10% من حجم العمل. بس الفكرة في حاجة، الراجل العضو ده مهما يعمل ان شاء الله عمل 100,000 نقطة مش هياخد فلوس، مش هياخد فلوس. فلوسه هتتحط او اي كاش هيجي له، هو مش كاش هيستخدمه، هو فلوس هتتحط في الكود بتاعه يعمل بيها طلبيات. طب مين بقى اللي لا عايز مسج كده من السي اي بي تم ايداع كذا 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 من البنك مش عارف احلى مثال. الكود ديت ده شريك الجمال وده هنتكلم عنه. طيب الناس بقى اللي بتتكلم عن موضوع العضو ويا مستر 15% والدنيا والحكاية ويا مستر ويا مستر ويا مستر، طب الموضوع الناس متعودة على كذا، الناس متعودة على مش عارف ايه، الناس ايه الناس ايه. بصوا يا جماعة، عندي حاجتين هتكلم فيهم في النقطة دي. احنا هي دايرة اهي، احنا قاعدين بنلف حوالينها. يعني ايه؟ يعني كلنا قاعدين بندور في نفس الأعضاء اللي كانت بتاخد نسبة خصم معينة، نفس الناس اللي كانت متعودة ان المنتج ده بجنيه، نفس الناس اللي كانت متعودة على كذا، نفس الناس اللي متعودة على كذا، الناس متعودة على كذا. احنا محتاجين ان احنا نطلع بره البوكس ده وندور على ناس جديدة.
احنا 105 مليون. يعني انتوا متخيلين انا لو قلت لكم عدد الاعضاء في ما جبناش اوريفليم 100,000 في اوريفلام. اقسم بالله ده في عز مجدنا عمرنا ما جبناها. يعني ايوه ماشي هنا اللي هو السنه اللي كانت يعني اعلى بصي حاجه. يا كنا بننور فاهمه مم. ما جبناش ما جبناش. وبعدين احنا عندنا اكتر من 60% من الشعب المصري فقراء. فاحنا لو لعبنا في ال 40% اللي فاضله، لا في ناس معاها ملايين يا جماعه. مش انا عايز اقول بلاش لكم على يا حاجه جماعه هنا. الناس بتوع الساحل الشرير، هاتوا لنا احنا حتى الفئه المتوسطه العاديه. مم. احنا 100 مليون. انا هعتبر ان مصر دي فيها، مصر من ال 100 مليون 105 مليون فيهم 10 مليون واحد بيفهم زينا كده. هو في مم. مصر فيها 10 مليون بيفهموا، يعني احنا وناس تانية. الناس دي بتفهم، الناس دي عايزه اي مصدر اضافي. اي حد على فكره يا جماعه والله العظيم في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، مهما كان عنده فلوس ايه مم. وكان بياخد قد ايه، والله لو جه اتقال له بقول لك ايه احنا في كذا 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 كذا. عمرو اهو، عمرو مم. عنده شغله وفي شغل مع زوجته. بس انا لو مم. جيت له على السطح بقول لك اه يا عمرو في مصلحه كده، بقول لك ايه ممكن نعمل كذا مم. كذا كذا، بس انا عايزك ساعتين. هيقول لي ايه يا باشا؟ جاي لك بالظبط. جاي لك تعالى. مصلحه، ما انا دلوقتي عندي بيت وعندي طفل وانا عايز فلوس، ده اكيد. مم. كلنا عاوزين قرش زياده، اي بني ادم في الدنيا يعني. فالحته بتاعت الاعضاء ديت احنا محتاجين ان احنا نخرج بره الزون بقى بتاعتنا، الزون المعتاده ديت، علشان الاقي ناس تكون اول مره بتسمع الكلام ده. ما هو يا جماعه مستحيل مصر كلها عارفه اوريفليم. يعني انا والله العظيم اديكم مثال، اقسم بالله انا اختي ووالدتي وخطيبتي قسما بالله ما يعرفوا اي حاجه عن الشركه بتاعتنا غير اوريفليم. اه ده باسم شباب بيشتغل في اوريفليم. اه البرفان مم. اللي بيجيبونا ده جميل قوي البتاع. اما بقى تفهم والمصحف الشريف، تفهم يعني ايه 23%؟ لا. تفهم يعني ايه BCM؟ لا. تفهم يعني ايه سفر؟ لا. تفهم عن مش عارف ايه؟ ولا اي حد دريان. انا مش بديكم مثال، انا بديكم اقرب مثال اقول ليا لك شخصيا. المثال اللي بتقوله ده اتاكدت منه بقى امتى؟ عملت فيديو عن ازاي نسافر الامارات ببلاش على التيك توك، ضرب من غير ما ادفع فيه ولا مليم. انا نمت صحيت لقيته وصل لحد 80,000 مشاهده مع نفسه كده. كميه الناس اللي بعتت لي، واقسم بالله ما سمعوا عن اوريفليم دي قبل كده. مم. انا بقيت متنحه، مم. اللي هو لا في ايوه ناس ايوه بالهبل ما تعرفش حاجه. بالظبط. ودخلت كم اعضاء لا تتخيلوه، والناس دي بقى مريحه يا جماعه. فككوا بقى من الناس ايه، انا خلاص بنزلهم على ودني اللي بيقعدوا بقى ايه اصل كذا اصل ماليش فيه خلاص. الناس دي مش عايزه اتعامل معايا. انا عايز اتعامل مع ناس بقى ايه داخله الموضوع يعني على الابيض، بالظبط. احط انا بقى وافرش زي ما انا عايزه. عايز اقول لك ان انا اختي كانت عندنا كده من كام يوم جايه بقى ايه داخله عليا الاوضه بتاعتي تقول لي ايه وانا اطلب منك مش عارف ايه وتقول لي كذا وتوريني سعرها، ده انت حرامي، ده انت طلعت مش مدير مبيعات، انت حرامي. قلت لها ايه ده انا؟ طب ليه؟ قالت لي يا حبيبي انا جبتها من على النت كذا 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 كذا. قلت لها نهار اسود. اختي راحت تشتري من بتوع الحرق. اسود. مضروب. يا نهار اشتري اسود عليك. قالت لي وبعدين تعالى هو ايه اصلا ان انا اكسب فلوس ومش هكسب فلوس؟ انت ليه ما بتكسبنيش فلوس زيك؟ قلت لها بص يعني هي مش فاهمه اي حاجه، فاهمه هي اه. سمعت كام معلومه من الحد اللي هي اشترت منه حاجه ولا بتاع. انا هو ده مم. النموذج اللي انا بقول لكم عليه، ان في ناس كتيره والله العظيم بجد ما يعرفوش. هم دول اللي انا عايزهم، هم دول الشريحه اللي احنا مم. عاوزينها. فانا هات خليني لنا اختك نعمل لها عضويه. ممنوع انت عارفه. انا عارفه انه ممنوع طبعا، بهزر. ف... فلقيت فهو دوت الدايره اللي انا لازم ادور عليها، ناس بره الكوميونتي اللي اتعجنت اللي شبعت بقى اوريفليم. خلاص، شبع اوريفليم. خلاص يا جماعه خلاص. عربيه اتعصروا كفايه. جابت موتور، العربيه جابت صح موتور خلاص، صح مهما كفايه. خلاص خلينا ادور بقى والله في كتير جدا ومستعدين يشتروا ويشتغلوا ويعملوا كل حاجه. جدا جدا. طيب الناس دي بقى انا لما اجي الاقيهم، انا محتاج اشتغل مع الناس ديت لما اجي ابيع لهم العضويه بتاعت اوريفليم. بلاش يا جماعه ابيع لهم العضويه واقعد اقول لهم في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. بيع العضويه ان هي منتج. يعني انجي وعمرو هيفهموني قوي في الحته دي وانا افهمها لكم. انت شفتي بتاع ب 3000 جنيه. 3000 جنيه، انت عارفه ان انا البتاع ده المجموعه ديت اقدر اديها لك ب 2000 جنيه.
ايه ده مم. ازاي ومش ازاي؟ تعالي بقى انا اقول لك. انت هتاخدي 15% يعني خصم، يعني هتاخدي 450 جنيه، وهتاخدي 450 جنيه كمان اكسترا تقدري بتعملي بيهم طلبيه تانيه. بلس كمان ان انت علشان عضويه جديده ومختاره الحاجه ديت، فاحنا عاملين اوفر قوي جدا ان هو الشحن مجاني. انت كمان هتاخدي هديه، وممكن تروحي انت مطلعه لها، لان هي كده هتكون حققت البرنامج الترحيبي. تروحي مطلعه لها كام حاجه من الويب سايت وزن البادجت بتاعت البرنامج الترحيب والحاجات دي، هتقدري تاخدي المنتج دوت فور فري. لو انا جيت بقى شلت لك ده من ده وكذا وكذا، هتلاقي نفسك انت واخده الحاجه دي كلها بكذا. يبقى انا هنا الكوبايه دي باكج. مم. بعت الكوبايه دي بعضويه. بس بقى ايه، مش هجيب بقى ايه عمرو عايز الكوبايه دي اقول له تعالى يا عمرو. انت عارف من مزايا ان انت تشتري كوبايه ورق ان انت تاخد خصم كذا، وخلي بالك هتعمل كذا وهتعمل كذا وهتعمل كذا مم. كذا. لا يا باشا، تعالى الكوبايه ديت انا شايف سعرها كام، انا هجيبها لك بسعر كذا على طول. تعالى بقى دي البنفيتس، تك 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 تك، ابدا بقى اشوف اللي قدامي ده هو اصلا عاوز ايه بقى. هو دماغه رايحه في انهي اتجاه وماشيه في انهي لاين. هو عاوز بقى يبدا يكبر، وعاوز بيزنس، وعاوز فلوس، وعاوز الكلام ده. ده شغل بقى تاني خالص. بس انا بتكلم على حته العضويه ديت بالذات. ان العضويه يا جماعه هو اول اوردر اللي عليه 15% خصم. بعد كده مش هياخد خصم. بس انا بعد كده ممكن العب عليه ايه، اقول له تعالى لي. طب ايه يعني الخصم؟ انت مش عندك خصم؟ انت ناسي ان انت عندك فلوس في المحفظه بتاعتك، في الكود بتاعتك؟ مم. يا عم تعتبرها الخصم. ما هي دي كده هتقص منك، هتعمل كذا 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 كذا. بالظبط. يبقى انا هنا بدخله في اتجاه تاني خالص. وبعدين عايز اقول عارف لك شبه ايه؟ فتح الله موظف. مش لا غير فتح الله بقى، انسى ده، انا جالي بقى حاجه تانية. مش احنا بنخش على طلبات نعمل اوردرات؟ بالظبط. انا بخش اطلب ايوه عشان انا عاوز اكل، مش عشان في خصم ولا مفيش. فجأة تلاقي فاوتش. مفيش خصم، في خصم هشتري. لو لقيت فاوشر خصم بينزل لي ازاي؟ لما اطلب اوردر بقيمه معينه مم. يروح حاطط لي فاوتشر بخصم، وبيبقى مده معينه، يقول لي مثلا اخرك الشهر الجاي لازم تطلبي قبل التاريخ الفلاني. فبسرعه اقول له يلا عايزين ايه بسرعه للبيت اي حاجه نجيبه، اي حاجه نخش نطلبها بالظبط. نستفيد بالخصم. ولو ما فيش والله، ما احنا لو عايزين حاجات هنخش نشتري. مم. فهو بالظبط انا بخش على طلبات ازاي؟ انا ما بخشش اعمل عضويه، انا بخش بالايميل ورقم التليفون وخلصنا، احط عنواني عشان الاوردر يجيلي. نفس الفكره، انت كانك بتقولي للناس هتيجوا تعملوا اكونت في اوريفليم، اكونت مش عضويه، عشان الناس هتتلخبط ما بين شريك جمال وعضو. الكلمتين بصراحه بالعربي كمان يلخبطوا. سيبكم من كلمه بقى عضويه، احنا هنقول هتعملوا اشتراك في اوريفليم او اكونت في اوريفليم. زي ما بتعملي اكونت على امازون ونون وطلبات، خشي اطلبي اوردراتك وقت ما انت عايزه. كل اوردر هتعمليه هينزل لك فاوتشر ب 15% خصم للاوردر اللي بعديه. ايه اللي وحش كده؟ واول اوردر ليكي عليه 15% خصم، يعني اول اوردر كانه اجمالي 30%. فانا كده جملتها في عينيها، هي كده كده عايزه المنتجات، فهي مش مستنيه خصم ولا ما فيش خصم، هتشتري لو هي عايزه. مم. ده حاجه. تاني حاجه هقول لها بقى على الاوفرز اللي عندنا. طب والله انت لو عايزه الشحن ببلاش، هاتي اوردر ب 1000 جنيه، سوري 2000 جنيه اللي هم ال 100 نقطه. ده نفس بيوازي ايه في طلبات. ساعات بنخش نبص برضو على الفاوتشر ما نلاقيش فاوتشرز، اخش انا ايه، هو كل ما انا اعمل اوردر بمبلغ بيشيل المبلغ ده في كوينز او بوينتس بنقط، ويقول لي النقط دي تقدري تستبدليها بشحن مجاني من المطاعم الفلانيه. مم. طب ما هو محددني برضه، فمش صعبه يعني. مم. بخش على المطاعم اللي هو مختارها لي، بختار منها واروح من محوله النقط بتاعت المشتريات بقى اللي انا محوشاها، واخش اخد الشحن مجاني. نفس الفكره، بس احنا هنا عندنا الشحن كمان مجاني اسهل، ان انت تعملي اوردر ب 100 نقطه وتدفعيه بالفيزا. ما احنا كده كده لما نيجي نطلب اكل برضه بروح دافعه بالفيزا، وانا لسه هدور له على فكه؟ لا هو بالفيزا واخلص عشان الكاتيجوري اللي احنا بنقول لكم روحوا لها، دول عندهم فيزا، كلهم بيبقى عندهم فيزا. اكيد 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 ده اكيد كله معاه عضويه. فيز ويست. بالظبط. يعني الناس اللي بتقعد تشتكي احنا ما معناش فيزا ما معناش فيزا، هو فعلا فعلا دي الكاتيجوري اللي اصلا يعني هي بتبقى مشكلتنا معاه، ان انت بعد كده بتقنعه بالسعر ليه؟ لان هو اصلا حتى حته فكره الحساب البنكي مش عنده، فهو اساسا فكره ان هو يتعامل مع حاجات الكترونيه بتكون صعبه عليه. فلا انا بتعامل مع حد هو اوريدي الحاجات دي بالنسبه له سهله، فعشان كده انا بسهل عليه، بختصر على نفسي شويه الستبس دي اللي انا بقعد اعقد عليا، واوصله على طول المنتج اهو، روح اطلبه، عندك ستيبس 1 2 3 تطلبه، مش محتاج منك اكتر من كده. فكده الموضوع برضو بيسهل عليه ليه؟ لان الناس بتقعد كل شويه بتقعد تشتكي ده احنا مش عارفين، الناس مش عارفه تعمل حساب، نعمل اوردر مش عارفين يعملوا الاوردر، ده احنا اللي بنعمل لهم، ده احنا اللي بنعمل ده. اللي هو انت كده انتوا فعلا بتشيلوا نفسكم عبء كبير
لان انت ببساطه بتقعدي تارجتي واحده انت حرفيا اللي بتعملي لها كل حاجه. فالحاجات دي كلها يعني برضو من وعارف الحاجات الناس اللي هي المهمه. بتعذبني في الايميل والفيسبوك، انا مش عارفه بالظبط اعمل بوست ومش عارفه تعمل مش عارفه الفرق ما بين كومنت وبوست. ده انا بتشل. لا بالظبط. يا جماعه، في ناس انا بشوفش على التيك توك الاقي بنات تعالى نعمل اب اوبشن للريتر، انا شارياه من موقع جايباه من كوريا بالظبط ودفع، والاوردر جايبه سيرم كريم عين، والله كريم سوري كريم تصبغات، الكريم ب 5000 جنيه ودفع عليه جمرك 6000 جنيه، يعني 11000 جنيه عشان كريم. يا قادره يا قادره تعالي خدي النوفيتجي ب 4000 جنيه وعيطي وتقولوا لي صح غالي. تخيلي، والناس دي بتقعد تستنى الاوردرات بتاعت كوريا دي بالشهر والشهرين، مثلا اللي بيجوا برضه طبعا. يطلبوا اوردر من اوريفليم وتقول لك الاوردر يومين. ما يا جماعه اتعاملوا مع ناس تانية، يعني في ناس تانية والله بعقليات بتفهم. تمام. وبعدين عايزين. بالظبط. سوري كملي كملي يا انجي. لا كمل كمل، انا خلصت. خلوا على فكره، لما حتى لما باجي انا بسوق لفكره العضويه زي ما انا حكيتها لكم كده، لو انا بعمل ريفيو عن حاجه، بعمل ريفيو عن منتج او الكلام اللطيف ده، خلي اللي عارف انت عارفين الريفيوهات اللي هي بتاعت آه، تعالوا اقول لكم الماوس اللذيذ دوت اللي سعره كذا 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 انا جبته بكام. بصوا البدايه ان انا وانا بتفرج على الفيديو، لا ده في مصلحه في الماوس ده كده، في خصم كويس، في مش عارف ايه. خلي يعني البدايه هي اللي تخليني اكمل الفيديو، زي الريفيوهات اللي الواحد بيشوفها. تعالوا اقول لكم ازاي تقضي يوم كامل في اسكندريه ب 200 جنيه مثلا. بالظبط. ايه ده؟ امم ايوه انا عايز انا اروح اسكندريه ب 200 جنيه، ده جميل قوي. فين بقى الكلام ده؟ تعال ولو مش هقعد هروح اتفرج برضه. اقعد اسمع يعني. هو ده تعالوا مثلا، يعني انا شفت ريفيو بتاع بنت كده بتتكلم عن سينما، ان هي ازاي تروح تحضر فيلم وتاخد فشار ومش عارف ايه وتدفع 100 جنيه بس في سينما. واتاريها كل ده هي اصلا بتعلن عن ابلكيشن. بس انا امم فضلت واقف متفرج على الفيديو، قاعد اتفرج على الفيديو عامل زي عارفين الجزره، انا اهي، فانا بقرب، فكل ما اقرب تروح بعد الجزره، كل ما اقرب تروح بعد، كل ما اقرب تروح بعد الجزره، هي كده. وفي الاخر كله طلع ان هي يعني بيلونشوا ابلكيشن. بس هي دخلت معايا الدخله الصح، اللي هو ايه، عايز تقضي يوم كامل في السينما وتاخد فشار و100 جنيه. ايه ده؟ الله، ده انا بحب السينما جدا، تعالي بقى، هي جايه لي في ملعبي. طب فين بقى السينما ديت؟ فلقيت ان كذا كذا، اخش وهسجل على ابلكيشن، والابلكيشن ده هاخد منه كود، الكود ده هستخدمه وانا جاي احجز وهي استخدام مره واحده بس. صح، هي فكرتني بموضوع الكود ده. مش احنا عندنا الانفيتيشن لينك اللي احنا بنبعته للناس؟ عشان في لخبطه في الحته دي. الشخص اللي هو عامل العضويه بقى اللي احنا قلنا زي الاكونت ده اشتراك عادي مجاني، لما هيبعت الانفيتيشن لينك للناس مش هيعملوا عضويه تحتيه، هم هيشتروا على كوده. انت قصدك على انهي لو كود انا دلوقتي عضو، انا انت عضو عضو. عادي، حلو. تمام، وبعت الانفيتيشن لينك بتاعي، رشحت المنتجات لحد عشان اخد الانفيتيشن ال اللي هو 10%. في الحته اللي لونها موف، صح؟ اه ايوه. ايوه. مش انا المفروض اخد عليه ولا اللينك 10%؟ بتاعي، ولا اللينك بتاعي انا بتاع العضويات بتاع التسجيل بتاعي. لا سيبك، انا دلوقتي عضو. انت انا عضوه. انجي اعتبرني انا عضو. خلاص. حلو. انا حلو. بقى كعضو عايزه ارشح المنتجات للناس عشان اخد ال 10%، اللي هو اللي هو زي يعتبر اللي المشاركه، هو اللي هو لينك الافيليت المشاركه، الكريدت. ماركت. ايه؟ اللي ايوه هو المشاركه. المشاركه. بالظبط اه. ده بقى انا لما هدي اللينك للناس هيشتروا على كودي. اشتروا على كودهم ما اظن هو انا اشتروا. انا كعضو في الحاله دي ما بعرفش ارفع بطاقه ولا بعرف اسجل اعضاء تحتي. ما هو بيشتروا على لا كودهم. هو بص يا انجي، هو هيبقى الموضوع مختلف شويه. هو الراجل ده او البنت ديت هتاخد اللينك، انت هتبعت لها اللينك. حلو. فانت بعته لي انا راجل، لا ليا بيانات في اوريفليم ولا ليا، ماليش اي حاجه، فانا خدت اللينك ده دخلت عليه، بيجيب لي الويب سايت والبرودكتس والحاجات دي. علشان اعمل اوردر لازم هعمل ايه؟ هسجل. بالظبط. طب هتسجل ازاي تحتي وانا عضو؟ ما هو انا دلوقتي العضو ده ممكن يسجل حد تحتيه، مفيش مشكله. اه من غير طبعا. بطاقه؟ ما هو كده كده هو البطاقه مش هيكتب محتاجه ايه؟ لانه ما بياخدوش فلوس في هيكتب جيبهم. رقم الموبايل، رقم اه الموبايل واسمه بس. اه بالظبط. هو مش محتاج الحته ان بقى هو الموف، بطاقه ان هو ما بياخدش الحته فلوس. الموف بقى، الحته الموف اللي على الويب سايت اللي هي مكتوب عليها اي جي وبعدها كود، اه اه اللي اه هو لينك الدعوه، حاجه اسمها ايوه. لينك امم الدعوه. ده قدام
هيبقى زي الحته اللي انت بتقوليها. امم ماشي، لكن انا بس بفهم دلوقتي حاليا. انا لو عضو عشان اقول للاعضاء ايه اللي هي اللي مسجله معايا استخدام شخصي، هقول لها انت دلوقتي عندك كود الدعوه ده، لو بعتيه لواحده صاحبتك ايه اللي هيتم عشان هي ما تحتس؟ هي ايه اللي هتعمل هيتم؟ هي اشرح لي الحته هي دي. تعمل دلوقتي عضويه تحتها. هي دلوقتي هتبعت اللينك بتاعها بتاع التسجيل عادي. هي امم سيبك من البتاع اللي هو الموف ده، هتلاقي اسيب في الموف ده خالص. اللينك ده لو هي بعتته لاي حد من معارفها، من صحابها، من كذا من كذا من كذا، الشخص اللي دخل ده واشترى، الشخص الجديد ده هياخد الخصومات ال 15% والكاش باك وشويه الحاجات اللطيفه دي، وانا عضو اللي انا باعت اللينك بتاعي 10. هاخد 10% من البي في بتاعها يتحط لي في الوالت بتاعتي. حلو. مم. بعدين هيبقى الحته الموف، المستطيل الموف ده اللي مكتوب فيه اي جي اللي هو لينك الدعوه ومش ايوه. عارف ايه، ده قدام اقدر ان انا انجي تروح بعته لي انا، وانا ماليش عضويه وماليش اي حاجه، اقدر اشتري على كودك، بس ده لسه ما اتفعلتش. يعني ده اصلا ما استخدموش دلوقتي؟ لا لا، ملوش لازمه دلوقتي، اللي هو ملوش الموف. لازمه. يبقى هم اه يبعتوا لينك التسجيل العادي. التسجيل كده عادي، انا حد فهمت هيخش الحته دي. عليه، حد هيخش عليه عادي خالص ويتشيك ويعيش وبتاع، عجبه ازازه الميه دي جميل عشان يعملها، طيب يا عم حط رقم تليفونك واسمك تك، خلاص بقى تحتك بالظبط. انت هتاخدي مني 10%، وهو الراجل دوت اللي اشترى ازازه الميه ده هياخد الكاش باك وهياخد القصه بتاعته اللطيفه جدا. فانا انا كفوق، بدل ما كان عندي مثلا 400 جنيه في الوالت بتاعتي كاش باك من الاوردر اللي انا عامله، جالي كمان 200 جنيه من واحد تحتي مثلا عشان عمل اوردر هو كمان، فبقى التوتال بتاعي انا اللي فوق مثلا 600 جنيه ولا 700 جنيه، اقدر اعمل طلبيه واعيش حياتي. ماشي، يبقى نلخص بقى الجزء بتاع الممبر ده. بصوا يا جماعه، عشان هتلاقونا بنقول مسميات كتيره قوي على الحته دي لحد ما نركز عليها. هو اسمه بالانجليزي ممبر، تمام. بالظبط لو عايزين مسمى تجاري كلاينت او كاستمر. بالظبط. اللي بالعربي الترجمه عضو، او ممكن نسميه مثلا عميل، او نقول عميل مثلا احسن. مستخدم شخصي او مشتري. سموه زي ما زبون، انتوا عايزين. كل مشتري، اي المسميات دي حاجه. معانا بالظبط عشان بالظبط. ما نتلخبطش. نحاول ان احنا نلعب في الكلمات دي، تمام، عشان ما نلخبطش نفسنا. الشخص ده مميزاته ايه؟ قلنا اول اوردر هياخد عليه 15% خصم في نفس الفاتوره، اول اوردر بس. ونفس الاوردر ده هينزل له 15% تانيين في المحفظه، يستخدمهم الاوردر بالظبط اللي بعديه. تمام، بقى كده اجمالي بالظبط. في اول مره 30. بس الفرق ان جزء منه في الفاتوره والجزء التاني متاجل على الاوردر اللي بعديه. الاوردر اللي بعديه ده ينفع اعمله امتى؟ ان شاء الله يكون بعديه نفس الثانيه. انا قفلت اوردري فتحت اوردر جديد، هنزل الكاش باك، بس بشرط واحد بس، ان يكون قيمة الفاتورة الجديدة دي نص تمن الفلوس اللي هتخصميها من المحفظة بتاعتك. يعني انت مثلا معاكي في المحفظة 200 جنيه، واوردرك مثلا ب 500 جنيه، انت ما تقدريش تدفعي ال 500 جنيه كلهم ولا 300 جنيه، انت لازم تدفعي نص الفاتورة بس، يعني 250. طب انت معاكي 200 بس، هتحطي ال 200 بس. معاكي 1000 جنيه، هما 250، لازم تحطي نص الفاتورة، كأنك اخدتي خصم 50% على فاتورتك الجديدة. فبصراحة الموضوع ده تحفة، ان انا كل اوردر هشتريه ويبقى معايا خصم اللي بعديه، ادفع لحد 50% من ثمن الفاتورة. فحلو جدا العرض ده. تاني حاجة، معلش عندي مش عاجبه العرض. معترض. خلاص هندي لك 20%، خلاص اديله. نعمل لك العضوية التانية بفلوس. تاني حاجة، لو عملت اوردر ب 100 نقطة هتاخد شحن مجاني بس تدفع فيزا، يا اما لو اقل من 100 نقطة بدائل الشحن موجودة زي ما احنا، مفيش تغيير. تمام. عندنا كمان البرنامج الترحيبي بقى، ودي احلى حاجة، ما بقاش بال 100 نقطة خلاص. عشان الناس اللي كانت بتخاف وتقول لك 100 نقطة كتير، هو اصلا ما كانتش اجباري عشان تبقوا انتوا تجبروها على الناس، هي مش اجباري. اللي عايز ان هو يعمل برنامج ترحيبي هيستفيد، مش عايز يعمله براحته مش مهم. تمام. بس دلوقتي بقت ب 50 نقطة، هعمل 50 نقطة بحوالي 1000 جنيه، هاخد خصم أول شهر 350 جنيه على منتج واحد. الشهر اللي بعديه عملت 50 نقطة كمان، هاخد 500 جنيه خصم على منتجين، هخليهم على منتج، اخليهم على منتجين براحتي، بس أقصى حاجة منتجين. الشهر الثالث 700 جنيه خصم على 3 منتجات، أقصى حاجة اشتري بيهم منتج، اشتري بيهم منتجين معايا لحد 3، براحتنا خلاص كده. أو اشتري منتج أغلى وادفع الفرق زي ما كنا بنعمل طول السنة. دي كل المميزات، وان انا بفتح الويب سايت عليه كل بقى التدريبات اللي عايزاها، المنتجات بشرحها، الكتالوج، العروض. اقدر ان انا اتواصل مع الراعي بتاعي اساله في اي حاجه. عندكم التدريبات بتاعتنا، تقدروا تحضروا الاجتماعات بتاعت الشركه، الايفنتات، الحفلات، كل الحاجات دي مجانيه. تمام. ده كده ملخص العضو اللي هو العميل اللي داخل يشتري.
في اي حد عايز يسأل في الحتة دي فرصة ان باسم معانا يساعدنا فيها. لو عايزين تسألوا في حاجات عملي، طريقة التسجيل، احنا قلنا التسجيل بالايميل او بالاسم ورقم التليفون وخلاص، بالظبط كأنه اكونت اشتراك كده على اي ابلكيشن بننزله على الموبايل. في حد بالظبط. عايز يسأل في الحتة دي قبل ما نخش في النوع التاني؟ هبه بتقول شريك جمال زي ماما. اه خلاص هو داخل على التقيل على طول. هو داخل اهو. ماشي طيب، ما فيش في اسئله. أسئلة ولا مفيش؟ لا ما قتل فيش. الناس يعني. يعني والله بص بعد ما بقفل الاجتماع بتهري أسئلة. اسألوا يعني دلوقتي، فرصة يا جماعة، فرصة. لو حد لسه مش مجمع حاجة او حاسس ان لسه متلخبط، تايه نعيد تاني. يدينا الجزء اللي فيه اللي مش مجمعه في الجزئية دي عشان عشان برضه ناخد نبقى ستة فاهمين. صغيرة بالظبط ونشرحه تاني. بالظبط. بالظبط. احنا وعموما ممكن برضه اللي ما شافش التدريب على جزء. النهارده يشوفه، لان انجي بالظبط. لما عملت السلايد شرحت كل حاجة فيه. احنا ممكن اصلا ما نشرحش الجزء الثاني لو عندنا اسئله كتير. خلينا نعملها زي حلقتين، هو مسلسل حلقتين مثلا. بالظبط. يعني النهارده حاجه والمره الجايه حاجه تانية، مفيش مشكله أنا بس جالي سؤال قبل الاجتماع، كانت واحدة بتقول لي هي المميزات دي أنا اللي هاخدها ولا اللي هدخله؟ جت متلخبطة، فقلت لها لا، المميزات اللي شرحناها دي للشخص اللي هيسجل معاكي عضو، بالظبط. مش ليكي انت. خلاص انتوا طالما اعضاء قدام، فانتوا طالما عاملين اوردرات قبل كده، فانتوا شريك علامة تجارية اللي هو النوع شريك. التاني. بالظبط بالظبط انتهى بالظبط. الموضوع. الشريك ده ليه قصة تانية بقى، هو هنقول بقى هيستفيد ايه منه، دي قصة تانية خالص. بس خلينا ايه نخلص جزئية العضوية دي الأول، لأن دي اللي يهمنا. متأكدين مفيش أسئلة يا جماعة بجد؟ طب خلاص ماشي نبدأ في خلاص. التاني. طب انا بصي بقى يا استاذه، مم. يعني المشكله ان انا مش هلحق النهارده. مم. إيه، عشان لو كان الاجتماع ده مواعيدك. بدري، لو الاجتماع ده كان بدري كنت بقى يعني مم. بعد ما خلصنا الميتنج كنت هعمل لك امتحان وابعته لك بس لا تبعتيه. لما الميتنج يخلص. كل واحد بقى يكتب اسمه وكوده ويجاوب على الامتحان واشوف بقى الدرجات. شوف ايوه، الدرجات. احنا نديهم فرصة يومين كده يهدموا الموضوع ويشوفوا ماشي الفيديوهات، عشان لما يتسألوا يعرفوا يجاوبوا. بالظبط. ماشي. يفتحوا الكتاب. بحب انا جو الامتحانات ده قوي يعني. اه. اه اه بحب يعني، اصلا أنا دي حاجه ما كنتش بحبها، فانا يعني الواحد كان بيبقى متوتر، فانا عايز اشوفكم بقى متوترين، يعني مش انتوا طبعا انتوا مذاكرين، بس تشوف بقى يعني مدام ابتسام واستاذه وهبة. هبه ويعني وبقيه الناس بقى كلها كده، نشوف كل واحد درجته بقى، فاهم؟ واطلع لكم زي مرتضى منصور في لايف. اه. استاذه هبه ساقطه مبروك. جايبه كذا كذا كذا، تمام. صفر. رمضان مبروك سيف. ايوه. ماشي طيب طيب. نخش بقى على الجزء التاني. ماشي نخش على الموضوع التاني بقى اللي هو شريك الجمال. شريك الجمال ده اللي هو مين يا جماعة؟ من الآخر كده بقى ومن النهاية، شريك الجمال ده اللي هو إحنا، اللي هم بقى القادة، اللي هو إيه بقى؟ يا باشا أنا هدخل أعضاء بقى وأعمل لهم تدريب بقى ونعلمهم إزاي يعملوا ريفيو ويشوفوا كذا ويخشوا إزاي على الفيسبوك ويخشوا على الجروبات إزاي. ده الشغل بتاعنا، اللي هي ناس عايز اسمع يوم 5 كده تجيلي مسج من CIB: تم ايداع رقم كذا من جهة العمل الخاصة بكم. كل ده شريك الجمال بقى. طيب شريك الجمال ده بقى ايه هي المزايا بتاعته؟ رقم واحد، الاخ الاولاني ده كان بياخد 15% خصم من اول اوردر، يعني اول اوردر وباي باي مع السلامة. شريك الجمال عنده حاجة تانية بقى، عنده 20% شغالة على طول. على طول يا مم. باشا، دي شغالة ما بتفصلش يعني. أنا دلوقتي عامل شوية حاجات 1000 جنيه، فأروح هدفع كام؟ هدفع 800 جنيه، اتعمل لي خصم 200 جنيه. طب قفلت السيستم وفتحت تاني أعمل أوردر برضه 20%، وهكذا. يعني ال 20% دي شغالة معايا على طول. طيب رقم اتنين، لو انا عايز اسجل عمرو، ده واحد صاحبي اقنعه مم. عاوز يعمل بيزنس، عايز يشتغل، عايز يكسب فلوس، وهو شاطر وعنده صفحة على فيسبوك او عنده جروب او هو عنده علاقات، فهيعرف يشتغل ويتعامل والدنيا لطيفة جدا. فاقول له خلاص يا عموره، انت بقى ايه، تنضم معايا بس شريك جمال. ليه بقى شريك جمال؟ انا عشان هقول لك بقى، عشان انت هتاخد 20% خصم على كل اوردر. رقم اتنين، هسجل لك بس في رسوم بتاعه العضويه اللي هي 250 جنيه، عشان العضويه تقعد معاك سنه، مم. يعني حاجات كلام فاضي يعني يا عموره، يعني مش قصه، مش هي مم. دي اللي هتعطلنا. عندك برنامج ترحيب على 50 نقطه، يعني تعمل 50 نقطه ينزل لك برنامج الترحيب زي الراجل العضو. برضه عندك شحن مجاني على ال 100 نقطه. طب افرض انت
مش هتعمل 100 نقطة مرة واحدة. ماشي، انت تقدر تعمل برضو طلبية اقل وتستخدم الشيبنج برودكت برضو عادي، الموضوع برضو مفيش مشكلة. عندك بقى كمان ان انت تبدأ تقبض فلوس. طب ماشي، هقبض فلوس ديت، يعني انا المفروض هدخل بقى ناس تحتي وناس تشتغل وناس تعمل بوينت. تعالى اقول لك بقى المستويات بتاعتنا: 3%، 6%، 9%، 12، 15، 18، ال 22، وابدا تكلمه كل مستوى ده بيعمل كام نقطة وازاي يحققه. مش هقول له ان انت تعمل 9%، تعمل 1200 نقطة. يعني انا عايزك تجمع طلبيات ب 1200 نقطه واسيبه وامشي. لا، ما هو انا كده عملت زي ايه؟ انا مصدع، خد برشامه صداع. طب ما اكيد هاخد برشامه يعني طبيعي طبيعي عرفتني بايه؟ ايوه. بالظبط، يعني طبيعي ان انا هاخد برشامه صداع، ده طبيعي. لا، انا هقول لك ازاي تعمل ال 9% ده، ازاي تعمل 1200 نقطه. طيب ابدا بقى ارسم لك الشجره. انت بتدخل عضويات كتيره فندي لك نقط بشكل معين. لا، احنا هندخل عضويات قليله فهنعلي متوسط التغطيه، فهنشتغل في الشكل ده. نبدا نشوف كل واحد والبلان اللي انا هقدر اشتغل بيها معاه. عنده الشيكات للمدير. الشيكات يا جماعه للمديرين، الشيكات كانت للالقاب بدايه من دايركتور اند اب واعلى بقى، دايركتور، جولد، سينيور، سفاير، كل الهيصه بقى الجميله ديت. دلوقتي احنا عندنا شيكات بقى للمديرين من 12%. يعني عندي 12% لشيك، 15% لشيك، 18% لشيك. بس كل حاجه ليها وقت، كل حاجه ليها تايم، كل حاجه ليها مده معينه. طيب، مش انا عضو جديد لسه مسجل الشهر ده. طيب الشركه بتقول لي ان انت ليك 4 شهور تقدر تحقق فيهم ال 12% عشان تستفيد من شيك ال 12. واحده واحده بقى معايا هنا، عشان هنا المطبات. طيب انا دلوقتي سجلت الشهر ده، سجلت شريك جمال. حلو. فجه عمرو قال لي انت قدامك شهر 2، 3، 4، 5. كام شهر؟ هم 4. 4. عارف يا باسم، لو في خلال ال4 شهور دول عملت 12%، انت غير الفلوس اللي هتاخدها من الشركه اللي هي البونص اللي هي المكافاه بتاعتك، هتاخد فلوس اضافيه، هتاخد شيك كمان ب 3000 جنيه. ايه ده؟ طب ازاي يا عمرو؟ اقول لك انا. انت دخلت في شهر 2 ما عرفتش تعمل ال 12%، قدامك شهر 3، ده رمضان مش هعرف. حلو، تعالى في شهر 4 اعمل في شهر 4 ال 12%. عملت ال 12%، اول ما تقفل ال 12% شهر 5 بقى هتاخد المكافاه بتاعت ال 12%. صح؟ وهتاخد نص الشيك بتاع ال 12 عشان انت عملت شهر. طيب لو سبت الشهر اللي بعديه على طول تاخد النص التاني بتاع الشيك. يعني الشيك بتاع المستوى مقسوم 50% و50%. 50% لاول مره، المره الثانيه تاخد ال 50% تاني، بس بشرط لازم المره الثانيه تكون بعد الشهر على طول اللي انت حققت فيه. يعني انا عملت 12% في شهر 4، يبقى لازم اعمل شهر 5. 5 عشان اخد النص التاني. طب انا لو وقعت ما عملتش، خلاص انت كده خدت نص واحد بس. بس هل كده انت خلاص عندك الدنيا اسودت؟ لا بالعكس، عندك تقدر تخش في شيك ال 15. شيك ال 15 هو الفتره بتاعته 8 شهور، 8 شهور من شهر 2، فانت لسه عندك وقت. ونفس الوقت شيك ال 18 عندك برضه 12 شهر برضه من اول شهر 2 اللي هو الشهر اللي احنا بنطبق فيه البي سي ام. فعندنا شيكات: شيك ب3، شيك ب6، شيك ب9. مجموع الشيكات دي يا جماعه 18000 جنيه، غير المكافاه اللي انا باخدها كل شهر. فحاجه قويه جدا ان احنا نقدر نشتغل على الشيكات. و... والشيكات انت هتعملي ال 12، بعد كده ال 15، بعد كده ال 18، خدتي شيك هتوصلي لل 22، فهتثبتي 6 شهور فهتاخدي شيك الايه؟ شيك الدايركتور. دايركت. فانت في كل خطوه فلوس وشيك، تحسبيها كده. كل خطوه فلوس مش انا في خطوه ال 12 فلوس وشيك، في ال 15 فلوس وشيك، في ال 18 فلوس وشيك، في ال 22 فلوس وشيك، لان انت هتعملي الدايركت. فحقيقي بجد حسبتها كده بالورقة والقلم، لقيت انه لو هم خدوا الاربع مستويات المديرين ورا بعض، لو نفترض يعني 12 15 18 21 بالمرتبات 50000، بالشيكات بالمرتبات. والدايركتور اللي هو بنعمل 6 شهور 22%، المرتب مع الشيك
هيعملوا 60,000. يعني احنا بنتكلم في 110. مم. ده كده البيزك، ده في ده خلال سنة. لو اللي عملنا هو 4 السنة. شهور و6 شهور ما قفلناش حتى لسه السنة. لو بدأنا بقى في الجولد، فأنا حسبت لكم 3 شهور بس عد جولد عشان على أساس تقفلت السنة. تمام. يبقى أنا كده ممكن أوصل ل150,000، ممكن أخش في 200,000 لو أنا بدأت الجولد بدري. عادي، أنا كنت ببدأ الجولد من قبل أصلا ما آخد الدايركتور. فأنتوا شطارتكم، فأنتوا معاكم رينج من 150 ل 200,000 في السنة. مم. ان شاء الله لو بالظبط. قدرتي بس حتى تاخدي ال50,000 اللي بقول لك عليها في مدة الشيكات دي، حتى لو ما عرفتيش تعمليهم ورا بعض، دي اسرع حاجة ممكن تعمليها. لكن لو عملتيهم حتى كل فترة براحتك على اساس الفترات المهلة الشركة مدياها، هتاخدي ال50,000 مش وحشين. مم. يعني مش هتاخديهم من اي شغلانة تانية اساسا. مم. فبصراحة اقوى حاجة في التغييرات دي كلها هي موضوع الشيكات ده. والحقوا بقى عشان مستر باسم بيقول لنا انه اصلا السنة الجاية احتمال ما يكونش فيه الشيكات دي اساسا. بالظبط. فانا فيعني فرصتكم اللي عايز يفشها السنة دي. السنة دي خليني حقيقي فعلا نستفيد بموضوع شيكات المديرين ده عشان يوصلنا مم. لشيك الالقاب. وغير بقى وانا قاعد بعد كده بقى، يعني ايه، هتجيلي برضو حتتين كده متعه اللي هم ايه، مم. سفريتين برضو، واحده بتاعت المانجر وواحده بتاعت الدايركتور، ايفنتين كبار اقدر احضرهم واتكرم فيهم وكده. ففي نفس الوقت ايه، هتبقى عندك مرتب، عندك مم. شيك، عندك السفريه دي اعتبرها عارف انت، يعني الواحد لما كان بيذاكر كده وتلاقي والدتك تروح جايه مقطعه تفاحه جايه حطها لك وانت قاعد بتذاكر، دي السفريه يعني. فخليني احاول اكنترول كل ده، والله لو العظيم. بعد التعب تروح ترتاح. مم. بالظبط. يعني حطوا ديت قدامكم بجد والله. اللي مش هيستفيد من الموضوع ده، الشيكات ده، والله هيندم، هيقول يا هيزعل. ريتني. هيقول اه. يا ريتني والله، بالظبط. والله العظيم بجد حقيقي انا عارف انا بقول لكم ايه. فاشتغلوا مم. على ده، نقدر بكل قوه يعني. اكسبريشن كده اللي هو الكيك داون، عارف الكيك داون يا عمرو طبعا بتاع العربيه، انت مم. حاطط ايه ومره واحده تروح مدي كيك داون عشان العربيه تطير. احنا بالظبط. مم. محتاجين كلنا نعمل كيك داون بجد علشان نستفيد من الشيكات. لان الفرق ما بين شريك الجمال والعضو، مم. نسبة الخصم طبعا ال 20%، يعني ال 5% الزيادة دي طبعا حاجة قوية. وفي نفس تفرق كتير الوقت طبعا. ان مم. انت عندك 20% في كل اوردر، في كل اوردر، في كل اوردر، في كل اوردر، مم. في كل اوردر. فدي شغالة معاك. الحاجة التانية عندك الشيكات، عندك كمان تالت حاجة بقى، ودي مهمة جدا جدا جدا، اسمها بروجرام بلس. مم. ايه البروجرام بلس ده يا باسم؟ بروجرام بلس ده ان انت بتقدر تاخد 10% عن طريق الناس اللي تحتك مباشر، بس بشرط الناس دي تكون اعضاء، اللي هو الحاجه اللي انا شرحتها في الاول انا وعمرو وانجي، الاعضاء اللي هم بياخدوا 15%. انت لو سجلت ناس تحتك مباشر، الناس ديت اعضاء، انت هتاخد 10% على الشغل بتاعهم يتحط في الكود بتاعك، تقدر تعمل بيه طلبيات. مش بس كده، هتاخد مم. 10% على الاوردر الشخصي بتاعك. يعني مم. تخيل الاوردر الشخصي بتاعك هتاخد عليه برضو 10% تقدر تعمل بيه طلب. يبقى انا هنا عندي حاجتين، عندي فلوس هتسمعني في السي اي بي اللي هي المسج الجميله اللي انا كلنا بننتظرها. في نفس الوقت عندي فلوس على الكود بتاعي اقدر اعمل اشتري بيها بيها. مم. طلبيات. بالظبط. بس المنتجات هنا بترخص. مم. بالظبط. عشان بقى بالظبط الناس هنا اللي كانت بتقعد تقولي المنتجات كل رخيصة. شهر هضطر اشتري ال 100 نقطة. ما تشتريش بقى من جيبك، في 50% ممكن تشتريهم من المحفظة محدش بقى اللي هي اصلا انت جايباها ارباح من الناس اللي عملوا عضويات تحتيكي، عضوية عميل مش عضوية شريك بالظبط. جمال. بالظبط. يعني تشتري بقى نص الطلبية ببلاش والنص التاني تدفعيه. وخدوا خلي بالكم من حاجه يا بالكم. جماعه عشان بس افهمكم دلوقتي. انتوا المنتجات اللي احنا كان يعني دلوقتي انتوا المنتجات بتاعتكم تاخدوها 20% خصم. انت كده كده الاوردر هنفترض ده زي ما باسم قال، لو اوردر مثلا ب 1000 جنيه انا هدفع فيه 800 جنيه. لا، انا ال 800 جنيه دول ممكن ما ادفعهمش كلهم اصلا. انا ممكن لو عندي في المحفظه بتاعتي 400 جنيه استخدمهم، دول كده كده موجودين، واخد 400 جنيه، وكده كده وادفع 400 جنيه من جيبي. فانا المنتجات اللي كانت المفروض اصلا ب 1000 جنيه دفعت فيها 400 جنيه بس من جيبي. يعني انا بوريكم ان الحاجات، ان النظام ده ازاي بيوريكم ان الموضوع ما بقاش فيه خلاص دلوقتي حته الغلا ومش الغلا. لا، انتوا اديكم شايفين ازاي تقدروا تشجعوا الناس ان هي تخش، وازاي ان هي تقدر تكسب من الموضوع دوت، وان المنتج اللي كان اصله ب 1000 جنيه انا اقدر ادفع فيه 400 جنيه. صح. وال 100 نقطة يا جماعة ب 2000 جنيه. امم. هتدفعي مثلا 1000 من المحفظة وال1000 التانية من مرتبك عادي. امم. وكمان في حاجة حلوة، إن ال 22% اللي هي كانت 21 كانوا بيضطروا نعمل 200 نقطة.
ما بقاش كده، بقى تعملي 100 نقطة برضو. لما تبقي دايركتور من اول اللقب وفيما فوق تعملي بقى 200 نقطة برضو. هتدفع مثلا، لو هدفع عن 200 نقطة 4000 جنيه، يعني اقدر استخدم لحد 2000 2000 جنيه مم. من المحفظة و2000 من المرتب. اعتبريها ايجار. انت بالظبط. لو بتنزلي على فاتحة مشروع ولا اي حاجة تدفعي ايجارات اكتر من كده. انت عارف، كنت لسه بتفرج على مستثمر كان بيتكلم في بودكاست، مم. بيقول المشاريع المتناهية الصغر، عارفين يعني متناهية الصغر؟ يعني حاجة قد كده، من اول 600 الف جنيه راس مال. والمشاريع الصغيره من اول 2 3 مليون جنيه. مم. فمعلش 1000 جنيه و4000 جنيه ايه، مش راس مال. وبرضه ما تروحوش تقولوا لي اصل بالنسبه لناس كتير. ما انا عارفه ان بالنسبه للناس، في ناس تحت خط الفقر مش هنقرب لهم، و60% من الشعب المصري فقير. مم. ابعدوا عن ال 60%، في 40% نلعب فيهم. 40% يعني بنتكلم في 40 مليون بني ادم. هتقولي مليون واحده بس. مليون بالظبط واحده، بالظبط 100,000 حتى. بالظبط. انا يعني دايما الحوار البراند بارتنر ده اللي هو شريك الجمال ده، علشان هو حد قائد وحد محتاج فلوس والكلام ده. فلازم بقى لما هديله الحاجات ديت هقعد بقى اديله بالامثله. انت في ال مم. 9% هتاخد كذا، انت في ال 12 هتاخد كذا، وهتاخد نص شيك بكذا، وهتعمل كذا غير الفلوس اللي عندك في المحفظه بتاعتك. فانت هتلاقي ان انت الاجمالي بتاعك رقم كويس جدا ورقم كبير، ان انت عندك رقم سيوله كاش ورقم تشتري بيه باوريفليم. يعني حاجه جميله جدا. في الفيديو، يعني الفيديو انا قايله لهم امثله بالارقام والفلوس وكل برافو. الحسابات، بالظبط بالجدول، بكل حاجه. فهم بالظبط هيروحوا دماغهم، هيبقوا عارفين كل شهر هياخدوا كام. بالظبط. عارف بالظبط. انت زي بالظبط مثلا ايه؟ انا عندي محل سوبر ماركت، وفي نفس الوقت بيجي لي الايراد بتاع السوبر ماركت ده وفي كل الحاجات اللذيذه ديت. بس انا في خلال اليوم ال 100 جنيه ولا ال 150 جنيه اللي انا بصرفهم، لو انا مش عندي سوبر ماركت هاكل بيهم من بره، انا هاكل بيهم من الحاجه، يعني حاجه بتاعتي. يعني هجيب مش عارف ايه واجيب ايه واجيب ايه من جوه السوبر ماركت بتاعي وهاكل. هي دي فكره الفلوس مم. اللي على الوالlet بتاعتك، ان انت هتقدري تشتري من الحاجه بتاعتك من الفلوس اصلا ان انت واخداها از كوميشن من الناس اللي تحتيكي محطوطه في الكود بتاعك. مش فالموضوع عايزين ننسى نقول ان هي بتقعد مهله 3 شهور. مم. 3 شهور يا بالظبط جماعه الفلوس في المحفظه، وبعد كده تتبخر، فلازم تستخدموها اول باول. ودي بقى ميزه، ان انت لو عندك اعضاء اللي هم العملاء، ان هم مربوطين. زي ما انا كده بخش اطلب على طلبات واشوف الفاوتشر، انا بلاقيه بتاريخ معين هينتهي، بالظبط، لازم عايزه استخدمه. اشوف لما مم. يخلص. مم. فنفس الفكره، الفلوس موجوده 3 شهور على المحفظه، الشهر اللي عملت فيه الاوردر وشهرين كمان. فهي خلاص مربوطه ان لازم هتعمل اوردر تاني عشان تستفيد بالفلوس دي. ولما هتعمل بالظبط. اوردر تاني هيحط لها فلوس تاني. يعني الموضوع لا متناهي. لا متناهي. هتفضل كل شويه داخله طالعه عايزه تعمل اوردرات. بالظبط. فزي قبل كده كنا، لا، العميل ممكن يشتري مره واحده ويخلع ما نلاقيهوش تاني. مم. دلوقتي في حاجه ربطاه طول الوقت، هيرجع يعمل اوردرات. تمام. نفس الفكره، القائد اللي كان برضو ممكن يشتغل فتره وبعدين يقول لك انا زهقت، انا تعبت، انا استسلمت، انا محبطه. هي دلوقتي مش هتبقى محبطه ليه؟ لان هيبقى في فلوس في محفظتها عايزه تستخدمها برضو، سواء دخلت عملاء سواء هي عملت اوردرات، ففي فلوس قاعده لها في المحفظه. فهتفضل برضو تعمل اوردرات، هتفضل تجيب عملاء، حتى لو بطلت شغل خالص على الاقل هتفضل تعمل اوردرات. وبعد سنه لو ما جددتش الاشتراك بقى، احنا ما قلنا لهمش برضو ان الاشتراك ب 250 جنيه، بيدفع اول مره بس مع الاوردر. اول ما تدفعيه يفتح لك ان انت تحطي بطاقتك، عشان في ناس بتقول انا مش عارفه احط البطاقه. مش مم. هيفتح لك غير لما رقم تدفعي دفعتي. الاوردر. مم. بالظبط. تدفعي مع الاوردر بتاعك خلاص، واوردرك بالمبلغ اللي انت عايزاه، محدش هيحكمك فيه. هي 250 جنيه بس بتاعت العضويه. السنه اللي بعدها لو عدت سنه، وقت التجديد هو قالوا تقريبا 160، قلته مش فاكره كان كام. التجديد 180 بالظبط. 180. طيب عايزه اجدد، اهلا وسهلا ادفعي. مش عايزه تجددي، هينزلك اوتوماتيك تبقي عضو عميل عادي، كملي شراء براحتك ومحفظتك معاكي، بالظبط. حطي فلوس فيها واستفيدي. عايزه ترشحي المنتجات برضو لمعارفك وتستفيدي تاني، اللي انت عايزاه. العضويه معاكي 3 سنين. وبالمناسبة عشان الناس لسه اللي بتسأل احنا على لسه خلي 250. بالكم، يعني بنحاول نعمل حاجه كده يعني بالنسبه للناس اللي هتجدد يعني والكلام ده. بس لسه طبعا لسه بنشوف الاي تي بره، ولسه بنشوف لسه بنشوف الموضوع ده هينفع ولا لا. ان هو ان انت لو عندك فلوس في الوالت بتاعتك، وعندك تجديد اللي هي ال 180 جنيه، وعندك فلوس في الوالت بتاعتك، اقدر اديدكت ده من ده اه بس. حلو ده. حلوة الحركة دي. اه.
لسه مم. بنشوف كده وبنشوفه مع الاي تي بره وبتاع يعني، فادعوا لنا ان احنا ناخد فيكم والنبي دخلوا لنا فودافون كاش عشان بتشل اخر اسبوع فيري سون، بس بيني وبينكم يعني ارجوكم. فيري حلو سون. ماشي، جدا. يا ريت. يا ريت اه يعني فيري وحاجه سون. كمان، الويت فور ترانسفير برضو المشكله ان هو بيقف اخر يومين. لو بس طولتوه شويه ان شاء الله، لو يقعد لحد اخر يوم يعني تسيبوه مثلا ساعه ساعتين، عشان عبال ما الناس بتحول لنا الفلوس واحنا ننزل، عمرو بينزل يجري يسحب الفلوس ويحطها في البنك، بنلف حوالين نفسنا حرفيا. ماشي، دي اتكلم فيها لهم مع بس ده. فريدريك. حاضر. اه طيب يلا انا بقى بص، اسئله يا انا جماعه، عايز خلصنا اديني ال اسئله بس علشان سريع خلي كده. بالكم انا فاضل لي 10 دقائق، لان خلاص هتلاقوا الانوار بتبدا تتطفى هنا في اه المكتب. تمام. عدي، طيب تحب نعيد في ملخص سريع ولا؟ ماشي، انا هلخص بسرعه. انا طب اول الخص حاجه ثانيه ماشي. بس عشان انا لخصتها، عشان انا دلوقتي في دماغي. تمام بسرعه كده. رقم واحد البراند بارتنر، تكتب بسرعه. رقم واحد احنا دلوقتي نقدر نسجل تحتينا حاجه من اتنين، يا اما بقدر اسجل براند بارتنر زيي، يا اما بقدر اسجل ممبر. لو انا بسجل ممبر، اي طلبيه هو يعملها هاخد منه 10% في الولد عندي، اقدر ان انا اطلب بيها اوردرات زي ما انا عايز. تمام. فدي كده الاستفاده اللي انا بقدر اخدها منه. رقم واحد. رقم اتنين، انا ما بقاش مطلوب مني زي زمان ان انا اعمل 100 نقطه، بقيت بعمل 50. ولو انا عملت اسمه ده ان انا لو ال 50 نقطه كان في الاول اللي هو الاساس، ومش محتاج ان انا اعمل اكتر من 200 نقطه دي غير لما ياخد شيك الدايركتور. فدي كده رقم اتنين. رقم ثلاثة، لو انا سجلت تحتيه براند بارتنرز، هم دول اللي انا بقبض عليهم فلوس. ده اللي بقبض عليه كاش. الناس بقى بتاخد شغل وادخال اعضاء وبيع والكلام ده كله، ده اللي انا باخد عليه فلوس. طيب باخد الفلوس ازاي؟ مستوياتي العاديه اللي انا كنت عارفها. رقم واحد، يمكن دي حته نسيها بس الحته يقولها 3 و6 و9. احنا نسينا نقول عليها انه في ان انت بتاخد نسبه ال 10% دلوقتي بدل 3 و6 و9. تمام. فانت البونص. بالنسبه لك بنقارن ما بين ده اكبر ولا ده اكبر، فلو انت بتاخد فلوس اكبر على 10% هنديك 10%. خلاص. فانت دي حته مهمه ان انت ما بقيتيش تاخدي ما بقيتوش تاخدوا الفلوس زي الاول على 3 6 9%. تمام. بعدين من اول ال 12 15 18 بقى في عندي شيكات كده جزئيه بحطها مع المستويات بتاع المانجر. كده بقى سهل لي الموضوع ان انا بقى عندي شيك سهل جدا ان انا اوصل له في خلال 4 شهور. اقدر اوصل لشيك لل 12، ولازم احققه شهرين متتاليين ورا بعض، يعني لازم احققه في الشهر الرابع وبعد كده اثبت عليه. هو لازم ورا تمام. بعض؟ ايوه لازم ورا بعض. ايه لازم ده ورا بعض. تاني؟ لازم ورا لازم بعض. ورا بعض يا باسم؟ اه لازم ورا ال بعض. لازم 12 يثبت ل 12 يثبت الشهر اللي بعديها. يعني متأكد؟ هو بياخد نص في الشيك الشيك. الاول. الشيك. اه اه اعمل اول شهر، الشهر اللي بعديه لازم تثبت عشان تاخد ال لازم 50% الثاني. بالظبط لازم تثبت. لازم وهو تثبت بياخد الشهر اللي بعديه 50% على في طول. الشهر اللي عمله. بياخد 50% في الشهر اللي عمله و50% في الشهر اللي بعديه. طيب برافو. بعدين بحقق ال 15 نفس القصه. لازم احقق ال 15 في 8 شهور من بدايه الدخول. عشان يعني ايه؟ يعني لو انا حققت ال 12 في اول 4 شهور، فانا قدامي 4 شهور كمان عشان احقق ال 15. تمام. بعدين ال 18 دي لازم احققها في 12 شهر من بدايه الدخول. يعني انا بيبقى عندي 4 شهور بعد ال 15، عشان ما حدش يفتكر ان ال 8 شهور بعد ما احقق ال 12. لا، انت بيبقى ليك 4 شهور عشان تحقق كل ايوه مستوى. فكرتني، انا كنت عايز اتاكد من دي برضه. تمام. هو التثبيت يا باسم لازم يكون في المهله ولا ممكن بره؟ لا يعني لازم في المهله، بس هنا في حاجه. ال متأكد؟ 12% مثلا لو بدأ في اخر شهر، امم يعني هو ليه دلوقتي ال 12% ليه 4 شهور. شهر ايوه. 2 شهر 3 شهر 4 شهر 5. طب افرضي هو اول مره يبدأ في الشهر الاخير هو صح. شهر 5، امم هديله اكسبشن اللي بعديه. اه امم اوكي. تمام. تمام. طيب هنفترض دلوقتي برضه عشان الناس تبقى فاهمه يا جماعه. انا دلوقتي قلت برضه عشان الناس ما تتلخبطش. الشهر اول 8 من يبقى كده 4 شهور احقق ال 12. بعدين 8 شهور من بدايه الدخول عشان احقق 15. 12 شهر عشان احقق ال 18. تمام. طيب هنفترض دلوقتي ان لا قدر الله لاي سبب من الاسباب فلت مني الشيك ابو 12، اللي هو بتاع خلاص انا عديت 5 شهور 6 شهور. طيب جيت في الشهر السادس مثلا، جيت حققت ال 12 وعرفت اسجل نفسي واساعد نفسي وجبت ال 15 في الثمانيه، يبقى انا كده عرفت قبل الثمانيه يبقى اخد 15. هاخد مكافاه ال 15 حتى لو انا ما خدتش مكافاه ال 12 طالما التزمت بالمده بتاعت الثمان شهور. طيب فاتني ال 12 وال 15 وعرفت احقق ال 18 بطريقه ما قبل نهايه السنه، يبقى انا خدت شيك ال 18. يبقى انا كده برضو دلوقتي مش عشان انا فاتتني حاجه ان انا ضاعت عليا كل حاجه. انا ليه قدامي ان انا اشتغل شويه واجيب الستيب اللي بعديها. تمام. فدي قيمة الفلوس بقى بتاعت بالظبط. شيك تلات، قول لهم تمام. احنا عندنا بالظبط كده 3 وبعدين كانت 9 3 6 9 بالظبط يعني كده. 3000 6000 9000 وهنشيل منهم خصم 20% الضريبة. انا حسبتها، ال 3000 هنشيل 600 جنيه، مم. ال 6000 هنشيل في 1200. الفيديو بقى. اه ال 9000 هنشيل 1800، عشان بس ما حدش يقول بيفتكروا ان هي بالظبط. ارقام كبيرة، لا مبالغ تافهة جدا يعني. بالظبط.
تالت حاجه المستوى الاخير ما بقاش بقى مستوى 21، بقى مستوى 22%، عشان برضو نبقى عارفين، وده معناه مكافاه اكبر، معناه فلوس اكتر بتخش لنا كمان. تمام، ما احنا كده وصلنا التفاصيل كلها بتاعه الفلوس دي هتبقى عامله ازاي. برضو كل حاجه هتكون متحدده بشكل اكبر بكتير في ان انتوا بالمناسبه في حته في السفريات برضو، عشان دي يمكن نسينا نقولها. لما بتجيب ال 12 وبتثبتي عليها شهر، انت كده خلاص دخلت المانجر متاهل سيمينار. مانجر سيمينار. يبقى احنا كده بالنسبه لي القصه كلها تمام. تحب وال تدي 22% للدايركت. بالظبط 22% بس لازم. خلي عامة هو احنا لو بالكم، نسينا اي تفاصيل هتلاقوا كل التفاصيل في الفيديو بس بالظبط. خلي مشروحة بالكم بالأمثلة. شروط السفر، شروط امم السفر هتتغير في البي سي ام. امم يعني هيبقى ليها حسبة كده تانية، مش زي اللي موجود دلوقتي. مش اللي هو امم فترة التأهيل مثلا من شهر 7 السنة اللي فاتت لحد شهر 6 السنة دي، انتوا قلتوا امم هتغيروها فعلا. ومنهم شهر 6 والجو ده. لا، الموضوع هيتغير. هنعرف الحوار ده بنسبة كبيرة ممكن الشهر الجاي في الايفنت بتاع الافطار اللي انا قلت لكم عليه. يا اما ممكن يكون بعديها، لسه بنشوف يعني. مم. ماشي، بس المهم ما تصعبهاش. يعني هي هتبقى، بصي هقول لك على حاجه. احنا الفتره اللي فاتت ناس كتيره جدا كانت بتقول، لو تفتكري اول ما اعلنا عن شروط السيمينار وكده، ناس كانت بتقول يعني ان انتوا ازاي عاملينها سنه كامله ومرتين. احنا كده الموضوع بيبقى صعب شويه، علشان الناس تحاول تشتغل وتثبت وتطلع ليفل اعلى وتكبر والكلام ده. فيعني ايه، المده ممكن تبقى از كواليفيكيشن بيريد هتبقى اقل من سنه طبعا. يعني ممكن تبقى زي زمان 6 في 6، 6 شهور في 6 شهور. ممكن تبقى اعلى من 6 شهور شويه. والتارجت مثلا بدل ما هم مثلا مرتين، ممكن يبقى اعلى سنه. فاهمه؟ وده خلي بالك يعني، ده فير جدا يعني، علشان حتى يعني ان ده بيدي برضو انا بيحمس الناس شوية. يحمس الناس انها تكمل، يحمس الناس ان هي ده برضو تعمل حاجه اعلى، يحمس الناس ان افضل محافظ على الثبات بتاعي. فده طبعا دي حاجات مهمه يعني. أكيد. يعني هو بدأنا أول اللخبطة أهو. لا، هو كانت واحدة بتسأل إن 12 ليها 4 شهور، يعني بجمع النقط على مدار ال4 شهور ولا لا؟ يعني لا، أنا ليا يا جماعة إن أنا أطلع بالمستوى لحد ما أحقق مستوى ال 12 في الشهر الرابع. يعني أنا جيت مثلا اشتغلت اول لسه داخل جديد، حققت 3%، بعدين دخلت 6%، بعدين 9%، وبعدين 12%. طبعا هي دي الخطه البطيئه الاوفر بطيئه بالنسبه لنا دي، ان هو انت ما ينفعش ان انت توصلي للبطء ده. احنا في العادي احنا بنحاول نخلي الناس توصل من ال 12% دي ماكسيموم تاني شهر. تمام. مم. بس في بس هي الاساس سؤالها هي متلخبطة. هي فاكره ان المستوى انا بيتعمل في نفس الشهر يا لا جماعة، لا 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 من يوم 1 ليوم 30. اه معانا الشهر بصي لوحده كده، بالظبط، بصي شهر يا استاذه منفصل. شيرين، هو ايه ال 12؟ انا خلاص لحد يوم 30 في الشهر او 31، يوم امم واحد في الشهر ببص على الابلكيشن بتاعي بلاقي نفسي صفر. زيرو صفر. خالص. والفلوس بقى يقول لك مبروك انت عملتي فلوس كذا، اتفضل. وصفر. خلاص كده. اما ان انا اقعد احنا كده اجمع تمام. 12% 2400 على 4 شهور، دي لا، دي كده لا. لا احنا هي كده نبقى أغنياء قوي لو كل شهر بيجمع ده. كده هتبقى حاجه عظيمه. عظيمه. بزراميطة. لا، هي لا لازم كل هي شهر منفصل. هي مانثلي بالظبط بالظبط. قلت لنا أسئلة من فوق في شوية. حد بيقول لي انا لسه هعمل عضويه الشهر ده، ايه الافضل اعمله؟ عضويه شريك، عضويه شريكه؟ انا اصلا المستوى ده يظن يعني احنا شرحنا بسرعه كده اهوت، بس يعني احنا اتكلمنا في مزايا العضويه دي والعضويه دي. لو بس لما انت اصلا دخلتي الاجتماعي يبقى انت مش كنت مسجله. مدخل. طب صح. مسجله معايا طب ولا مع مين؟ ابعتي لي على الواتساب اشوف كده كودك اصلا كان مع مين عشان نجدده تحت الراعي اللي سواء كنت معايا او حد تحتي. وهجدد لك لو انت عايزه شريك الجمال. طبعا هو ده اللي بتاع الشغل. ممكن نجدده بس شروطه بقى زي ما قلنا 250 جنيه مع الاوردر. تمام، عشان نقدر بعد كده نحط بطاقتك ويبقى ليكي بقى تحضري مستويات والحاجات دي وتدخلي اعضاء والكلام ده. العضويه دي من الاخر يا جماعه للناس اللي ايه، عشان برضه هو كان العضويه دي بتيجي لمين؟ بتيجي للناس اللي داخله استخدام شخصي، اللي هي عايزه تستخدم المنتجات وتستفيد من الخصومات بتاعتها. تمام. وتاني حاجه العضويه دي لو هي مثلا ايه لسه قلقانه، فممكن مثلا ايه، طب هجرب اعمل الريفير في الاول لاصحابي كده واشوف الموضوع، لو نزل لي فلوس في المحفظه ولقيت ان الموضوع ايه زود بالظبط معايا، فيبقى خلاص بحولها لبراند بارتنر. ده للناس اللي بالظبط. هي ايه، اللي هي اللي لسه تجرب. اللي عايزه تجرب. ده كده بالظبط. الطريقتين اللي احنا بنتكلم فيهم كمان. انا اخر حاجه بس عايز اقولها، علشان حتى مم. لو انتوا عاوزين يعني تكملوا اوكي، لو مش عاوزين خلاص تمام. عشان انا هنا مم. خلاص الدنيا النهارده ماشي. ويك اند وكله بيجري اهوت. بالظبط يلا. اللي انا عايز اقوله يعني كل سنه وانتم مم. طيبين.
طبعا بقى بكره فالنتاين وحاجات لطيفه، بس مم. عايزكم بقى ايه الناس نحاول النهارده لو احنا ما اشتغلناش على حاجات للفالنتاين، نحاول نطلع احنا حاجات من الويب سايت وشويه برودكتس وشويه حاجات لذيذه جدا، ونحاول نشتغل على الموضوع ده. نحاول الناس اللي موجوده معانا كلنا هنا نحاول نكلم الكونتاكتس اللي عندنا والناس اللي عندنا، مم. نقول لهم ان في عروض لهدايا ومش عارف ايه، نحاول نفوق بس الدنيا شويه على قد ما نقدر. وان شاء الله ان شاء الله انا منتظر النتائج ترجع تاني باذن الله، واحنا مع بعض كلنا وعايزكم كلكم تتعاملوا ان احنا كلنا وان تيم يعني بدايه من انجي وعمرو وانا، كلنا واحد، كلنا ثانية واحدة يا جماعة، ثانية واحدة. ماشي. ماشي ماشي. طب بص بقى لحد ما باسم يجي برضو بمناسبة الفالنتاين، البرفانات الرجالة يا جماعة من أكتر الحاجات اللي فعلا بتكون حاجة مميزة جدا كترشيح. تمام. فبصوا على البرفانات الرجالي، لأن فعلا البرفانات الرجالي بتفرق كتير جدا. يعني يمكن دي من أحسن الحاجات اللي فعلا تفرق في الهدايا. تمام. خصوصا إن أنتوا كده كده خدوا بالكم من حاجة، أكتر ناس وأحسن ناس بتختار للراجل البرفانات بالذات والحاجات دي بتكون الستات. فاهميني؟ فالقصه دي كلها من الحاجات اللي انت ترشحها للناس برضو. دي هتفرق معاكم كتير جدا. بس لحد ما موسم يجي. في اسئله ثانيه يا جماعه، انا شايفه هبه بتقول قولي المرتبات، ما احنا لسه ما نعرفش لما المرتبات تنزل بقى نشوف، بالظبط كده. لان لسه احنا المستويات لاول مره بقى الشهر ده هنشتغل بيها ونشوف. احنا لسه قفلوا هنتاكد. انتوا بس مستويات عشان احنا احنا نعرف. عايزين نعرف ال 12 احنا الشهر ده اقساط، كام. فبينزل لنا مرتبات غيركم اعلى بكتير، بالظبط. فعشان نعرف المستويات كل مستوى ليه فلوس قد ايه لازم انتوا حضراتكم تقفلوا عشان نسالكم كل واحد اخد كام ونحط جدول. فتفضلوا بس انتوا شوفوا كل واحد هيقفل كام وبعدين نشوف المرتبات. لا عايزين نقول لكم مرتبنا عادي، اتفضلوا معانا بقى في الألقاب فوق. انتوا معانا. ماشي. انا ان انا شاء الله كده ان شاء الله كلكم يطلعوا فوق بكره ان شاء الله. يعني ايوه. عايز كده في الشهور الجايه نشوف الألقاب كده عشان تعرفوا بقى. مش هديك كلام فاضي، معلش انا يا هديك جماعه حقكم المرتبات اللي عليا، انا احنا مشينا لازم في انا لازم الشهرين. اقفل حالا، معلش حقكم عليا والله العظيم. انا الوحيد اللي لسه قاعد وكلهم بيضلموا البتاع، حتى فريدريك مشي. خلاص آه، ماشي. انا مبسوط يعني ان احنا عملنا الميتنج، علشان كده كنت بقول لكم نعمله الساعه 4 مش 5 عشان انا عارف. استنى نطول اهو براحتنا. اه والله احنا بس بنشكرك يا كده باسم، الا ربع. وحقيقي على انا عايزه ايه، اقول قدام مبروك. الناس ان فعلا احنا من ساعه ما اشتغلنا معاك او انا مرتاحين نفسيا، مش مضغوطين، مش حاسين ان في تضييع وقت، لا بالعكس انت بتقول لنا معلومات احنا عايزين نعرفها، بتدينا افكار، بمجرد ما بنبعت نسال في اي حاجه انا بلاقي الرد في نفس الثانيه، انا ببقى لسه باعته اصلا. الحمد لله. فبصراحه لا ما شاء الله عليك، شاطر جدا، بروفيشنال، بتروح تسال على المعلومه اللي عايزه اعرفها وترجع لي تاني بالظبط. وبتساعدني، ولو ما ساعدتني اخر يوم في الشهر. عايزه اقول لك انا كنت لسه اصلا طالعه من العمليه وما كنتش لسه قلت لحد بقى ولا قلت لك، وكنت مهيسه فاكره انا كنت بكلمك وانا دايما عامله ايوه ايوه. بنج دماغي. كنت في حته ثانيه، وقولوا لي كده انت لحقتني وساعدتني في كل اللي انا محتاجاه. فبصراحه يا جماعه باسم من الناس اللي شاطره قوي، واستغلوا بقى اي اجتماعات يبقى معانا فيها نساله، عشان بجد بيجاوب من قلبه وعنده ضمير وبيشرح، يعني هيدينا كل اللي احنا محتاجينه. احنا عايزين نثبت يوم اسبوعيا، عارفين امم. فين المسلسل اللي بيبقى حلقة في الاسبوع؟ يا ريت اه اه. ماشي انا موافقه. يعني ظبطوا مع بعض، يعني انت امم. وعمرو التيم اتفقوا مع بعض افضل ميعاد، افضل تايم، افضل كل حاجة، وده بالظبط. اللي فوتد خلاص. قولوا لي، مم. وده نثبته بقى تبقى حاجة، بصوا اسبوعيا صح. ماشي. اسبوعية انت معروف. طبعا بتبقى في المكتب من الاثنين للخميس. لا اتنين انا حتى ولا؟ لو انتوا عاوزيني انا لحد بورك فروم هوم، بس ما انا في شغل برضه يعني. اه ممكن نعمل اجتماعات. حلو الحد ده حلو يعني بالنسبه لي عشان يبقى اه اجازه. خلاص ماشي. بيس تمام. قوي، لا بيس، انا بيس يعني اللي انتوا عاوزينه. خلاص حلو ماشي. جدا تمام. خلاص تعرفوا هنفوت كده ماشي. مع التيم ناخد ونشوف صورة عايزين مع ميعاد بعض الساعة كام. كده. اه تمام. شوف اللي طيب، عايز برضو يفتح الكاميرا يا جماعه، ما اعرفش تقدروا تفتحوا الكاميرات ولا؟ اللي يقدر يعني. هيلبسوا بقى. اللي يقدر بقى خلاص. الشغل ان احنا يعني هيجي من الدكتور ما كناش هنفتح كاميرا. بس كده ماشي. تمام. شكرا. شكرا يا سومة، يلا ربنا يا يخليك يا حبيبي رب، يا يلا. عمورة، واشوفكم على خير يا رب كده كلكم ان شاء الله باذن الله. تمام باذن يا الله. حبيبي تسلم بالسلامه. ماشي حد يلا. عنده باي أسئلة؟ باي. اه اه مع كملوا لو السلامه، في حد يلا توصل محتاج. بالسلامه. ماشي ماشي توصل بالسلامه. مع يلا باي السلامه. باي.
جماعة احنا مكملين معاكم، هو لو عندكم اي اسئلة براحتنا بقى، مم. خدوا راحتكم. لو كنتوا يعني متوترين او حاجة ان حد من الشركة موجود، خدوا راحتكم على الاخر، افتحوا المايكات، افتحوا الكاميرات. عيشوا حياتكم. عايز ان انا اقوم، ماشي انا كمان ممكن اقوم عادي. عاملين ايه؟ منورين الدنيا. ميتنج لذيذ بصراحة، والواحد شحن باور فظيع يعني. مم. انا عايزه اقول كويس. لكم انت ان بقى انا قاعده عايزة ايه بقى من مستنيه. المرتبات؟ ها اه. تقفلي وتقولوا لنا الجمله ما دي بصي عجبناش. بسمعها بطريقه فظيعه. العضوه تبقى لسه اصلا ما خدتش الكود والباسورد، قولي لي بقى هقبض كام. هو انت اصلا ازيك اشتغلت انتي عشان بتسألي تقولي على تقبضي المرتب؟ كام؟ اصلا واحنا في الشات كان في سؤال. انا بقول يعني المفروض ان انت بتعرفي العضوه الاول مميزات الشغل اللي انت داخله تشتغلي فيه، والارباح وحجم الشركه وتاريخها والمجال ده كلام، يعني الكلام ده كله. مم. ففي يعني كومنت جالي بتقول لي وايه حجم ارباح الشركه والمميزات. مم. ماشي. ما تقولي طبعا لها احنا عادي. اصلا كنا عاملين، مش حكايه اقول لها دي، اصلا احنا كان عندنا اصلا ميتنج من كام يوم كنت بشرح فيه الكلام ده كله. مم. فاحنا المفترض بقى ان احنا نعمل ميتنج تاني، ولا الناس اصلا بيكون عندها اسئله وما بترضاش تسال وبعد كده بنتفاجئ بالاسئله دي؟ ما المفروض انا انت لسه داخله بقول لك تحضري اهو، انا بقى ميتنج. في الاجتماع من هنا بلاقي اكسل اسئله بعدها. يا جماعه ما كنا في اجتماع بنعمل ايه؟ قاعدين صامتين اه ليه؟ بالظبط، اللي هما بتحسي ان بيلفوا هما او بينسوا. بصي هو ساعات بيجمعوا السؤال بعد ما نخلص. بصوا يا بالظبط. جماعة عشان تفهموا بس، يعني برضو في جزئية مهمة يمكن دي أنا بقولها للناس حتى في التيمات بتاعتي من زمان. أنا دايما بلح على الناس إن محدش يتكسف في حتة السؤال خالص، ومهما يحس إن السؤال ساذج أو كده ما تترددوش في السؤال. يعني أنا عايزكم دايما تتأكدوا إن أي سؤال مهما يكن هو شيء مهم، حتى لو اتكرر 100 مرة، حتى لو كده هو ما عنديش مشاكل. تمام. لو في ناس برضو حته الميتنج، لان احنا عارف كويس قوي الميتنج ساعات في ناس كتير بيقطع منها الميتنج، ساعات بيحصل فيه مشاكل. احنا كده كده بننزل الريكوردنج بتاع الميتنج بعد كده للناس عشان تبص عليه تاني. فلو في حد برضو الميتنج قطع معاه طلع، لان انا كنت طول ما انا قاعد شايف ناس داخله طالعه داخله طالعه داخله طالعه، بسبب تقريبا النت طبعا زفت عندنا هنا في مصر. فمن الاخر كده اي حد يرجع يبص تاني على الميتنج، يشوف كده ايه التفاصيل. وبعدين لو حس بالاسئله افضل ان الناس تسال برضو على الجروبات. مش عايز حته السؤال الخاص ده، لان في اوقات كتيره انجي نفسها بتبتدي ان هي بتجيل الاسئله مثلا 3 4 مرات هي. تمام. انتوا عندكم في فمش الكوميونتي على عايزين نعيد. فكره كلمه ريبلاي، يعني لو انا بعت حاجه، لو مم. دوستوا عليها وعملتوا كانكم بتردوا عليها هتبقى ريبلاي. كل الجروب هيشوف السؤال وانا هجاوب عليه، فكله هيشوف الاجابه. كان عندي مدرسه في المدرسه كانت بتقول ايه؟ مفيش سؤال غبي، في مم. اجابه غبيه. لما بالظبط. تكون الاجابه ملهاش علاقه. بالظبط. ما هو انا بصي، هو ده اللي انا دلوقتي. عايزه اقوله، عايزه اقول للناس ان احنا لما بنعمل ميتنج عشان نقعد معاكم ونتكلم في نقط معينه ونشرح حاجات معينه، احنا عاملين الميتنج ده عشان اكيد جت اسئله كتير جدا في النقطه اللي انت بتسالي فيها. فانا بقى لو مم. هقعد ارد على كل واحده على الخاص، اكيد محتاجه لي يوم كامل عشان ارد على كل الاعضاء. احنا بنقول يا جماعه جمعوا الاسئله عشان هنجاوب عليها بعد ما نشرح كل حاجه. فاكيد احنا وغير يعني كده مش يا هيبقى هبه، داعي للكسوف. وغير كده احنا اصلا بنبقى مش عارفين الناس عايزه تسمع ايه غير لما يسالوا، بالظبط. فبنعمل ساعات شرح اضافي بتسمعي بناء سؤال على اللي بتبقي انتوا انت عايزين عايزه تسمعوه. تعرفي اجابته ومش عارفاه. صح. لا بصراحة اجتماع جميل جدا واستفدنا كتير وشحنا باور، وكمان نظام الBCM اتشرح النهارده بطريقة أحسن. مم. أنا لسه طبعا ما كملتش الفيديو بتاع الشرح، بس متأكدة إن هو جامد يعني. بس مم. بجد استفدت كتير جدا. وأي حد حتى لو بيحضر معانا الميتنج لسه ما عملش عضوية، أو لسه ما خدش خطوة الأوردر التفعيلي، أو حتى لسه ما بدأش إدخال أعضاء، أعتقد دماغه اترتبت جدا بعد الكلام اللي احنا قلناه النهارده ده. بالظبط كده. بالظبط، لانه كان عباره عن دردشه وبنقول لكم امثله وكده. وكمان لما بتسمعوه لتاني مره غير اول مره. مم. ومعلش عيدوا الفيديو كذا مره، هتلاقوني في نفس الفيديو قايله لكم اسمعوه 5 6 7 مرات. اقعدوا اكتبوا، لفوا الشقه كده وسمعوا، امسكي جوزك وقعديه جنبك واحفظيه له، سمعي له، وقولي له اسالني وانا هجاوب. والله العظيم والله ما هتفهموه غير كده، لان هو تفاصيله كتير. لما هترددوا الكلام او سجليه لحد في فويس عندك، حتى فويس عندك على الواتساب او ابعتهولي، اكتبي الكلام هيفرق برضه صوت جدا. كده اهوت. حاولوا، لان انتوا خدوا بالكم من حاجه برضه عشان تبقوا فاهمين. انتوا كده كده هتشرحوا السيستم ده كتير للناس، حتى لو هم شافوا الفيديو هيبتدوا ان هم يسأل. يسالوكوا كتير. فالتفاصيل دي، هو احنا من الاخر كده اهوت، هو الموضوع على فكره هو الموضوع سهل، هو بس تفاصيله كتير. يعني هو مشكلته هو الموضوع سهل، جدا. تفاصيله كتير. فعشان ما تتوهوش، قسموا الجزء بتاعكم ده، قسموه كده اهوت. الجزء بتاع الممبر اشرحوا فيه كل تفاصيل الممبر، اكتبوها كده اهوت بالطريقه اللي تريحكم. نفس القصه التفاصيل بتاعه البراند بارتنر او الشريك، ايه هي التفاصيل 1 2 3 4.
تمام، ادينا كده فهمنا دي وفهمنا دي. انتوا اغلبكم كده كده فاهم يعتبر بنسبه كبيره 80% يعني ايه البراند بارتنر. يعني البراند بارتنر اللي هو الشريك ده هو نفس الشغل اللي كنتوا بتعملوه زمان، بس زاد عليه كام حاجه كده اهوت مميزات خاصه بيه. تمام. فمن الاخر كده انا يهمني ان الناس طالما فاهمه القديم ماشي، الجداد بقى اللي هم لسه مش فاهمين ده ولا ده ولا اي حاجه، لا خدوا اللوكشه كده على بعضها بقى ويفهموها برضو بتفاصيلها كتير، علشان سواء الممبر اللي هتدخلوه تحتيكوا دوت تقدروا ان انتوا تتعاملوا معاه، تبقوا فاهمين هو ايه المزايا اللي هياخدها، وهيبتدي ان هو تختاروه بناء عليه، ترشحوه بناء عليه ممبر. لان في كتير من الناس، احنا زمان كنا على فكره بندخل، يعني كنا بنعمل حاجه اسمها ايه طلبات شخصيه. واحده بتبقى داخله عامله عضويه زمان كانت بتعمل حاجه اسمها اوردرات شخصيه، ما بتعملش اكتر من كده. تمام. كل كده فتره ولا التانيه كنا بنقول لهم مفيش مشاكل دخلوها يا جماعه، وكان دول اكثر من 80%. طيب دلوقتي الناس دي بدل ما بنقول لها روحي اعملي عضويه و250 وبتاع والكلام ده، بنقول لها لا روحي خشي ممبر. لو انت ايه شايفه ان الموضوع ايه سهل ومش عايزه تدخلي بطاقه ولا ترفعي بطاقه، انت عندك اكونت وخلاص. تمام. على الرغم تاني ان برضو لسه اوبشن ان هي تبقى براند بارتنر حتى لو هي بتعمل اوردرات شخصيه لسه مفيد ليها. يعني خدوا بالكم من حاجه، هو مش معنى ان انا بطلب اوردرات شخصيه ومش عايز اشتغل يبقى ابقى ممبر بس. لا، انا لسه عندي الاوردر. على فكره انا لو دخلت براند بارتنر دفعت 250 جنيه بس، انا اولا عشان بس برضو انا حته مهمه نسيت اقولها يا جماعه، انت 250 جنيه دي انت هتسترديها في اول هديه مع اول عضويه. يعني انت اول ما تعملي اول اوردر ليكي انت هتاخدي ال 250 جنيه دي في هديه، وبعدين في الهديه اللي وراها هتاخدي 500 واللي بعدها هتاخدي 700. فمن الاخر كده اهوت ال 250 دي مبلغ تافه. ال 250 جنيه دلوقتي حرفيا كده اهوت الواحد لما مثلا تقريبا سندوتشات 3 سندوتشات شاورما تقريبا، يعني خلاص اللي هو لو انا جايب اكل في البيت هدفع اكتر من كده. فال 250 جنيه مش مبلغ خالص، خصوصا ان انا بتكلم في 20% خصم على كل الاوردرات اللي بعملها. يعني انا كل الاوردرات اللي بعملها، وكمان انا باخد 10% بحطها في الوالت. يعني انتوا خدوا بالكم من حاجه، انا باخد 20% لو بعمل اوردر ب 1000 جنيه، انا تاني باخده ب 800 جنيه. تمام. وبيتحط لي 10% 100 جنيه في الوالت. فانتوا من الاخر كده اهو إن يعني تقريبا هو يعتبر كانهم دافعين مجمل 700، اللي هو في 100 جنيه كده كده هاخدها في الاوردر الجاي اللي هو برضه هاخد عليه 20% خصم. يعني كاني ما دفعتش حاجه. بالظبط. فانا من الاخر كده اهوت انتوا البراند بارتنر حتى لو على ناس عايزه تستخدم منتجات شخصيه، يمكن الحته دي برضه انا ما حبيتش اقولها قدام باسم عشان ايه جزء من البيزنس موديل بتاع الشركه وكده. بس من الاخر انا مش شايف اي سبب من الاسباب ان حد ممكن يشتغل ممبر، يعني الا لو هو بقى ايه مش عايز بقى اي وسيله من الوسائل، لا بطاقه يرفع بطاقه ولا بتاع ولا الجو ده. فهو بتقول لك ايه انا بصي انا مش عايز اي حاجه، انا ايه هشتري المنتج وخلاص، انا عايز اشتري المنتج وخلاص مش عايز اكتر من كده. فدي يقول لها اعملي عضو اللي اعملي هي membership. تشتري مره وتمشي. بس لو بالظبط. هي هتشتري كل شويه فلا، احسن لها تاخد 20%. هتاخد ال زي 20% كده احسن. لما نيجي نروح النادي، انت هتروح النادي ما تعمل عضويه هتدفع مبلغ كبير في الاول، بس هتقعد تخش ببلاش، ولا كل مره تروح تقطع تذكره؟ مش بالظبط. منطقي. خصوصا ال 250 جنيه هي حرفيا بتاخدهم في اول اوردر. يعني هي كده كده بترجع لها ال 250 جنيه في اول اوردر. فانا ليه انا ما هستخسر 250 جنيه ليه؟ ما دام انا كده كده هاخدهم تاني في الهديه. على فكرة ده فبالظبط. نفس اللي الناس على حصل، العضويات. معايا. انا في امم 2 الشهر ده سجلوا، والاتنين مبلغيني من قبل التسجيل ان هم عايزين استخدام شخصي فقط للمنتجات. تمام. امم بلغتهم ان انت هتاخدي خصم 15% على اول اوردر بس، في حين ان انت كل شويه عايزه تعملي اوردر، كل ما هينزل عرض هتبقي عايزه تستفيدي. وبالفعل الاثنين سجلوا شركاء جمال، وكل واحده فيهم عملت الاوردر الشخصي بتاعها واستفادت بالخصومات، حتى لو هي مش بالظبط هتدخل كده. اعضاء ومش هتشتغل. بالظبط كده. بالظبط. فمن الاخر كده انا بالنسبه لي الموضوع كله، انا كاوبشن اللي كانت بتسال ابقى شريك ولا ممبر، لا طبيعي طبيعي شريك. شريك مميزات سواء اكتر. هتشتغلي او مش هتشتغلي انت شريك يعتبر استفاده اكبر بكتير من ان احنا مجرد ابقى شغال ممبر. ده اكيد بالظبط يعني. كده. بس زي ما قلت لكم الشركه عامله حوار الممبر ده جر رجل. اللي هو جر رجل ايه؟ تسهل على الناس. اه الناس اللي عايزه تيجي ايه اهو اعملي اكونت. اللي هو الموضوع اعملي انت كل اللي هتعملي اكونت على الويب سايت بتاع اوريفليم، تطلبي المنتجات على الاكونت، ولو ده حبيتي للناس اللي هي تقعد تقول لك ايه، هو انا لازم من كل البيانات دي؟ ايه كل البيانات دي؟ لازم البطاقه؟ بالظبط اهو يا ستي اتفضلي سجلي البطاقه خشي بتليفونك سجلي وخشي اطلبي بالظبط. وامشي. فدول الناس اللي بس هي مسهلين علينا القصه كده اهوت، اللي هو خشي اعملي. ويسهل على الناس العضو الجديد، الراعي الجديد بالظبط. اللي لسه عايز يدخل اعضاء وخايف مش عارف يعرض الموضوع، يجر رجل الناس ببساطه، اللي هو طب ماشي سجلي مجانا اهو واشتري اوردرات ومن غير بيانات ولا يكلكع الدنيا. بس لما هي تبدا تجرب المنتجات وتطمن وتحس الموضوع حلو، ابدا انا اعرض عليها بقول لها طب ما ايه رايك ده فيه فلوس، ايه رايك تخشي تكبري العضويه بتاعتك وتخلي فيه فلوس، مم. خلي ليكي ربح. يعني زي بالظبط. كانك تاخدي الموضوع سلمه سلمه. فهو طب الموضوع معلش يا للناس انجي، اللي ممكن لسه اسال؟ مبتدئه.
ممكن اسال مم. ازاي بتحول عضويتها من ممبر لشريك جمال؟ اللي اعرفه انه من بتخش الموقع من بتقدر موقع تعمل تحويل، انا ما بالظبط. اعرفش فين بالظبط. احنا عايزين مره تانية احنا نتفق مع شفت باسم يفتح لنا الموقع. بالظبط، بس انا شفت يعتبر لما كان محمود فاتح الموقع، بس كان في بتعمل زي ايه؟ كان في زي هو زرار، على فكرة زرار بيتحول، انت بتتك عليه ابجريد خلاص، طب وساعتها ازاي بيتعمل عرفت؟ كده. انا فاكر شفته في فيديو، ممكن وطبعا ارجع لما تاني بتيجي ابص عليه يعني. تعمل اول امم اوردر شخصي بيضاف لها ال 249 جنيه بتوع رسوم التسجيل، صح في كده؟ اول اوردر. بالظبط كده تمام. بصوا احنا هنصور لكم الحاجات دي ان شاء الله فيديوهات عملي امم عشان نشوف برضو الاماكن الحاجه فين على الموقع وننزلها لكم، وانتوا خشوا دعبسوا، ما الحاجه موجوده على الموقع يعني، سهل بقى. بالظبط كده. تمام. في اي اسئله تانية؟ افتح لنا كده الشات. مفيش حاجة. مفيش اسئله جت. خلاص تمام. مهم. ماشي ان شاء الله كده. حته الميتنج الاسبوعي ده فعلا انا كنت كده كده اصلا من زمان قاعد بقول لانجي ان احنا عايزين نعمل حوار الميتنج الاسبوعي ده، بس كانت الدنيا. ايه مين؟ حد كان بيتكلم؟ ده تلاقيه صوت بالغلط. طيب فدي برضو نقطة مهمة. احنا يوم ان شاء الاحد الله حلو. يوم الاحد ان شاء الله هيبقى حلو جدا، خصوصا ان باسم برضو هيكون فيه موجود، وسهل ان احنا نقعد فيه نتكلم فيه اكتر. تمام. وان شاء الله برضو باذن الله هي دي هتكون كده كبوينت للمعادله، ان احنا نقعد نحط فيها خطه الاسبوع. فهو غالبا الحد الجاي ما اظنش اني هطلب باسم، لان باسم لسه يعتبر معانا الخميس، بس احنا ممكن نعمل ميتنج الحد ان شاء الله، نرتب فيه الاسبوع الجاي هنعمل فيه إيه ان شاء الله. وهنمشي بقى على النظام ده، ان احنا كل حد كده نرتب فيه، احنا نراجع في الاسبوع اللي فاتت ونشوف الاسبوع الجاي. حاجه اخيره برضو ان شاء الله، يعني من هنا برضو لحد يوم الاحد احنا عايزين الناس ترجع تشتغل كده اهوت وتفوق الدنيا، وعايزين كده باذن الله نسمع كده كلام حلو، خصوصا ان زي ما قلنا بكره فالنتاين، ناس كتيره جدا هترشح برفانات كتيره للرجال الكلام ده كله. فانا محتاج ان ايه يبقى برضه ايه ناخد البوش دي نديها للناس، علشان ايه نقدر ان احنا ايه برضه نشوف كده ايه باذن الله من حد من هنا وبعدين لحد. الست عامله خصومات على الميك اب حلوه، يعني فرصه اللي عايز ميك اب وغالي يلحق في الفالنتين يشتري بالظبط. لنفسه، يعني مش لازم تروحي تشتري هديه، تستفيد. اجيب لنفسي عادي هديه برضه. كمان على فكره عرض حلو جدا محدش برضو اتكلم عليه، هحاول انزله على الجروب بعد ما نخلص. الخصم اللي نازل على برفان جلاسير الرجالي، لما بتاخدي اتنين امم تقريبا الواحده هو بتبقى ب ده الاخضر 650 ولا؟ تقريبا. اي لون اي نوع. فهم في حلو. 3 موجودين بصراحه متوفرين، لما هبه بتاخدي ورغده، الواحد. اه هبه ورغده عاملين عليهم قوي في موضوع الريفيوهات المنتجات، مم. شغالين نار في ريفيوهات المنتجات. انا اخدت بالي من العرض ده وانا بحط المنتجات اصلا على الموقع، لقيت ان لما بتاخدي اتنين الواحد تقريبا بيبقى ب اه 630 او ب 650، فده حلو جدا. حلو. البرفان ده اصلا دايما بينزل غالي. بالظبط. في اه احلى منه هديه اه بصراحه في الفالنتين. هو جلاسير يا جماعه برضو من اسمه دوت من الحاجات اللي فعلا كمنتجات يعتبر هو ميزته ان هو خفيف شويه. مش من المنتجات اللي نقدر نقول عليها اللي هو مش برفان مش قوي، بريميوم هو يعني. مش قوي قوي. هبه. بس ميزته فعلا ان هو ايه واخد حته كده في النص كده، اللي هو ايه برفان هو يعتبر برفان خفيف، وفي نفس الوقت منعش. انا عن نفسي بحبه في حته ان هو حته منعش. تمام. وعلى اظن ان فكره احنا في حاجه اه كمان معلش قطعتك، في حاجه لا لا كمان عادي. حلوه جدا، ان احنا معانا عرض شغال لحد بكره، اللي هو امم اي حد هتدخليه يعمل 50 نقطه هتاخدي عليه 50 جنيه. فانت اصلا لو حطيتي امم البرفان، لو اخدتي عرض الجلاسير مثلا، البرفانتين اصلا كاسرين ال 50 نقطه. فتخيلي امم هتجيبي واحده اتنين تلاته اربعه، كل واحده فيهم عايزه تجيب هديه للفالنتين حلوه، امم لو كل واحده اخدت عرض شوفي بقى هتاخدي على كل واحده 50 جنيه، معاكي لحد 500 جنيه، بالظبط. معاكي 10 اعضاء. امم فدي برضه فرصه حلوه جدا، الناس اللي عايزه تحقق فلوس يعني يبقى عندها تطلع بمكسب بعيد عن النقط كمان والهديه. بالظبط كده. تمام. فدي يعتبر كل الاوبشنات دي اهو، يعني احنا بنوريكم برضه الناس بتفكر ازاي يا جماعه. دي كده طريقه تفكير الشغل، ازاي ان انتوا بتفكروا ان احنا بنجمع كل المميزات مع بعض وبنستفيد منه في حاجه افضل لينا. تمام. اظن انا كده برضه خلصت يعتبر. انت عايز تضيف اي حاجه؟ لا خلاص. خلاص مستنيين منكم ان شاء الله اليومين الجايين شغل كتير، وان شاء الله هنبعت لكم الميتنج بتاع يوم الاحد، وزي ما قلت لكم قبل كده احنا هنثبت ان شاء الله ميعاد يوم الاحد ده باذن الله كل اعملوا لي فوت اسبوع. على الجروب واشوف ايه الميعاد اللي يناسبهم. يعني لو كده هو برضو ماشي، ممكن يا سبت يا حد، بس هو الحد عشان لا باسم. مش الساعة يعني ماشي يوم الأحد الساعة. الساعة كام، نشوف عايزين الساعة كام يبقى أغلبية. ماشي هو برضو عشان انا ما اعرفش نظام باسم ايه، لان باسم برضو حتى لو هو شغال ورك فروم هوم ده يعتبر مش هنقدر ان احنا ناخد ملوش لحد اليوم الساعة كله. 5. بالظبط كده. فهو غالبا في نفس الوقت الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي. تمام. ماشي نورت بنورك. الميتنج. قايم طول الوقت أهو. صوت شوية كده بس الحمد لله. وعاملي ظهري. يلا خير. يلا يا ظهري. جماعة.
اعمل اسئلتكم برضه على الواتساب، مش مشكله بعد ما تشوفوا الفيديوهات. ماشي. اوكي يلا يا جماعة اشوفكم على خير، مع السلامة.